السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات شاهين شوكاست. يعني النهاردة حلقة خطيرة لأنه يعني لو عايز تسمع عن الكارير شيفت، قصة كفاح في طب 15 سنة ويتوجه لمحتوى ترفيهي، عايز تسمع ليه دكتور، ليه يعني ليه ليه صح، ليه فعلا. يا منعش صح، يعني ليه تسيب عيادتك بعد السنين دي كلها؟ حلقة ما ينفعش تفوتوها، يلا بينا. يلا. عايز تكون ناجح، تغير حياتك، اسمع قصص نجاح، تعلم من أخطاء الناس. اهلا وسهلا بكم شاهين شوكاست. ازيك يا احمد؟ ازيك يا شاهين؟ خدت بالك يا احمد دي؟ ايوه ايوه، غريبه قوي محدش بيقول لك يا احمد صح؟ خالص. انا لما مراتي تقول لي احمد بحس انا والله ما عملت حاجه، فاهم؟ لا بس انت منعش من زمان قوي انا منعش ولا من زمان. م- انا من اسما لا من انا افتكر يعني زمان كان في اعدادي، يعني اخر حاجه فاكرها كان في اعدادي، يعني ان انا كان بيتقال لي منعش. وحد لما عرف ان اسمي احمد استغرب، قال لي انت اسمك احمد؟ انا احسب اسمك منعش فعلا يعني، م. او اسم العيله. لا فانا يعني بس هو منعش جيم يعني، برضو جه منين هو يا مسروق منعش صراحه. اصلا بقى؟ يعني ده اه البدايه كده، اصل بدايه القصيده كفر. وبعدين اكتشفت على النت بقى في منعشات كتير موجودين يعني ظاهرين، بس دلوقتي انا بقى دخلت على السوشيال ميديا عشان احسم الجدل ويبقى هو منعش واحد بس. انت دلوقتي لو كتبت في جوجل منعش مش هيطلع لك كوبايه عصير ليمون، هيطلع لك انا. انت كنت دحيح ها؟ في المدرسه كنت اللي هو الاول كنت على الفصل دحيح. الاول، بس انا كنت في الاصل ما كنتش كنت في السعوديه يعني، فما اعرفش ده اوكي. يحسب دحيح ولا لا. هناك المواد اه اسهل اوكي بكتير من هنا. اوكي. بس كنت دحيح في السعوديه يعني، كنت بطلع الاول على الفصل الاول على المدرسه، الفصل المصري ده، هذا المصري ده فور. دي كانت اللي هي الدحيح بتاعتنا هناك الله يعني. يعطيك العافيه. اه حلو قوي. جبت كام معلش في آه، الثانويه العامه؟ يعني مش تقريبا في السعوديه كنت جايب تقريبا 99، وبعدين جيت هنا خدت مستوى رفيع اللي هو كان على ايامنا الجغرافيا باين او حاجه كده، امم. ف عديت ال 100%، كنت فوق ال 100%، يعني 101% حاجه كده يعني. 101%. آه فرحان طيب بالرقم ولا؟ قشطه يعني، ما هو يعني ما في والله، ما يعني في الحياه بعد كده، اصل فاهم إيه فرحتي ان انا ابقى انا مثلا جايب كده، بعدين بقيت حياتي بقى قاعد بائس وحزين وبتاع، ما بقيتش مش فارقه قوي يعني، فاهم؟ عادي يعني. بس انا يعني دايما سبحان الله، تقريبا في 3 4 حلقات في السيزون اللي فات مم. كله 99 و9، عارف انت الديتول ايوه ايوه. الواحد في المية اللي محدش بيبقى عارف بيروح فين ده. ايوه ايوه فاهم. ف بس انت دخلت بجد بجد يعني، انت مم. دخلت طب ليه اصلا يعني؟ انا طول عمري عايز ادخل هندسه. اصلا بقى. اوكي. ما اعرفش، انا اصلا والدي مهندس واخويا مهندس، ما اعرفش ده كان السبب ولا ايه، بس انا كنت شاطر قوي في الرياضيات، هم هنا بتسموها رياضه، بس انا الرياضه عندنا في السعوديه اللي هي حصه الالعاب. فكنت دايما بتزود، بس انا كنت شاطر قوي في الرياضيات، فكنت عايز اخش هندسه. مهم. وبعدين مش فاكر بقى اتقال لي ان هندسه يا عم ما بقتش قوي زي الاول وبتاع، هو طب اسنان، فاهم قصدي؟ وهي مم. مش صعبه قوي زي الطب، اسهل، وفي نفس الوقت تبقى انت دكتور سنان بقى، هتبقى مهنه مرموقه مرموق بقى وغني طبعا. بقى وفلوس وكده وبتاع. وبعدين معروف. اتصدمت، مفيش ده الكلام ده خالص. الكراون بكام يا اخي والحشو بكام وبتاع. مش هدخل في الحته دي، انا مش هدخل في الحته دي. لا اه بس انت اشتغلت، انت الاول انت قعدت في الجامعه كام سنه؟ اوكي. يعني عشان انا عارف كنت انا عرفت كده ان في قصه كفاح في الجامعه يعني. انا في الجامعه صراحه ما كنتش مركز قوي يعني. مم. ف يعني اللي هو يعني خدت يعني اللي هو اول سنه طلعت دور تاني وعديت الحمد لله، بعد كده تاني سنه خدتها في سنتين، وتالت سنه خدتها في سنتين. طبعا بتركز في العلم، محتاج تاخد طبعا طبعا. وبعدين يعني جيت بقى في، اقول لك حاجه دمها خفيف قوي. انا انا عندي في سنه حصل موقفين متوازيين، يعني واحد مم. صاحبي كان طول السنين بيجيب امتياز، اوكي. وجا في السنه دي جاب جيد جدا، ابوه قطعه تقريبا شهر او حاجه ما بيكلموش يعني. عشان جيد جدا. انا جيت بقى في سنه اللي هي رابع سنه في الكليه، انا رحت لبابا قلت له قلت له بابا انا نجحت نضيف، يعني اللي هو جبت مقبول، يعني نجحت نضيف. خدني بالحضن يعني، فاهم قصدي؟ طبعا ده جيد يعني جدا، دي جاب لك عربيه يا ابني، انت بتهزر. خدني بالحضن يعني وبتاع يعني. فانت اللي بتمانج الاكسبكتيشن بتاعت اهلك، يعني انت اللي انت على طول متفوق وبتاع، فهيتوقعوا منك ده. والبار هيعلى عليك وبتاع، تصدق ايوه استراتيجي دي برضو. ايوه. طب تظبط توقعات اهلك ازاي؟ حس ان احنا عدينا على الحته دي. لا هي ما كانتش مقصوده يعني، هي جت كده، فاهم اللي هو يعني انا كنت يعني على طول في الكليه الدنيا مش ماشيه وبتاع، بعدين لما جيت نجحت بقى في اخر سنتين،
فطبعا انبهار بقى، فاهم؟ الف مبروك يا ابني. ايوه وبتاع، ايوه، وإيه اللي- ابننا طلع عنده حاجه يعني. بعد ما اتخرجت انت من طب قعدت يعني اشتغلت شويه طبعا قبل ما تفتح عيادتك اكيد، ولا بابا فتح العياده والدنيا كانت لا ظريفة لا لا ولا إيه؟ لا، انا لا يعني خالص. انا بقى بعد ما خلصت الجامعه، فكان عندي بقى التكليف، فعشان انا مجموعي كان كبير قوي قوي يعني، فايه رحت اسيوط، التكليف بتاعي واضح اسيوط. واضح المجموع كان كبير. قعدت هناك في قريه اسمها دير الجنادله. قعدت اسمها هناك ايه؟ دير الجنادله. تمام. اه بدايه مبشره شكلها. ايوه 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 ايوه. قعدت هناك سنه، اشتغلت هناك طبعا. قعدت فتره برضه عشان اتاقلم، انا متعود على اجواء المدينه وبتاع ومن اسكندريه وكده. بس والله رحت هناك اتاقلمت، وناس هناك كانت جميله، وكونت صداقات هناك لحد دلوقتي يعني معايا يعني، ما شاء الله. الحمد لله يعني. بس بعد كده جيت بقى اسكندريه. لا بس استنى بس، اه الفتره بتاعت الفتره اللي انت قعدت فيها في دير الجنادله صح؟ دير الجنادله كانت قد ايه تقريبا؟ سنه ليه؟ سنه كانت سنه التكليف. كانت سنه لذيذه بالنسبه لك دي. المكان اللي انا فيه ده ما كانش فيه حاجه يعني، ايوه لو كده اعترف. يعني سوبر ماركت فيه الاساسيات جدا، فاهم قصدي؟ مثلا حتى لما تروح تجيب لانشون مثلا ما تلاقيش البراندات مفيش لانشون بالزيتون. في بس اللي هو ما خاف اشتريه يعني وكده، فاهم؟ اللي هو حاجات. كنت انا بقى بنزل اخر الاسبوع اسيوط، كان هناك بقى في ما اعرفش اقول براند، خير زمان. خير زمان مثلا كان هناك بقى هو بقى يعني الحاجه الجامده قوي اللي هناك يعني. فكنت اروح بقى اجيب لي بقى بانيه مجمد مش عارف تتعايش انت هناك في القريه ها؟ ما انا كان اخر اسبوع دي لازم انزل نزله اسيوط، كان في هناك مؤمن وكنتاكي، اروح لازم اروح هناك كده اروح اكل لي اكله كده بتاع، واشحن شويه حاجات كده معايا تكفيني الاسبوع اللي بعديه يعني. شايف ابو زيد طلع فيه فرافير في اسكندريه، هو مش المعادي بس، عشان ابو زيد كل ما يجي معادي يقول لي عم بتوع المعادي دول فرافير وبتاع. في ناس تحيه لابو زيد عشان هو ليه برضه دور صغير كده في قصتي في حته كده يعني. بجد طبعا يعني حلو لما يجي ده قدام صح؟ أيوة. اصل انا شفت صور، انا شفتك حاطط صور كده لمطبخ وحاجات، ده في صور مشكله. يعني صور للمكان اللي انت كنت قاعد فيه تقريبا صح؟ ايوه كان في حاجه تقريبا. هو انا كنت قاعد في سكن الاطباء، وانت عارف بقى الدكاتره كانت الدنيا هناك يعني ما فيش بقى نظافه ولا بتاع خالص يعني. محدش فاضي يعمل حاجه. انا اول ما رحت اصلا شفت الحمام وشفت المطبخ يعني، انا ما كنتش متخيل ازاي هعيش في السكن يعني. انا بتكلم على السكن نفسه مش ايوه على طبعا طبعا متخيل تجربه يعني. بالظبط. وكانت تجربه جديده عليا تماما يعني، بس خضتها يعني. قعدت هناك سنه طبعا، في الاول كانت صعبه، وبعدين بدات اتاقلم. بدات الاقي لانشون. بالظبط. انت بعد ما خلصت بقى السنه دي رحت فتحت العياده على طول؟ لا برضه نزلت بقى في اسكندريه، حاولت بقى بلقط رزقي بقى في كذا مكان يعني. اماكن شعبيه بقى كلها، ما اعرفش، مش عايز اقول اسامي عشان الناس بتتضايق اصلا. ايوه طبعا في اماكن شعبيه بقى، فاهم قصدي؟ اروح اشتغل في مستوصف، اشتغل جميل. في عياده، اشتغل في كده في اماكن يعني كده. ده مهم جدا. مشيت ايدي شويه كده لحد ما مشيت ايدك في العيانين ها؟ ما طبيعي مشي في مين ايه. الدكاتره يا جماعه لما تخرج من طب يعني بياخدوا الاكسبيرينس بتاعتهم ازاي؟ ايوه يعني بياخدوا التجربه بس فين؟ احنا بنتعلم الاول في حاجات بجد، في حاجه اسمها دامي هيد كده زي راس كده، وبيبقى فيها اسنان ومش حقيقيه، وبنقعد بقى نخرب الدنيا فيها. لما ندخل بقى على العيان بيبقى احنا اوريدي متمرنين على الحاجات دي يعني. تبقى خلاص بوظت لك كام هيد يعني. ايوه بعد طب انت عملت ايه بعد القصه بتاعت يعني اشتغلت قد ايه في مستوصفات تقريبا اشتغلت يعني مثلا نقول انا متخرج 2011، فتحت عيادتي الاولى 2015. الاولى ده كان في كذا عياده. اوبا ما شاء الله. 2000 بس مش اللي هم ما كانوش برل يعني، هو بتفشل بعدين افتح الثانيه، بتفشل مش بتنجح فبتفتح الفرع الثاني. ده انا فهمت العكس. ما انا حسيتك رايح في السكه دي، قلت الحاجه قلت ايه ده ما شاء الله الولد، ايه ده ابننا كان كمان عامل نجاح باهر وفتح 3 عيادات. معلش انت قعدت قد ايه في مستوصفات؟ اوكي قعدت بعد ما رجعت 2012 يعني قول 3 سنين مثلا. عملت فلوس بقى في الفقره دي؟ خالص مفيش طبعا. ما بص، انا مشكلتي في الاسنان كانت ايه، هم الناس اكيد عارفه ان انا عملت كارير شيفت، قلنا خلاص يعني مش بحرق حاجه يعني. انت لو في حاجه بتحبها بس ما بتجيبلكش فلوس ممكن تكمل فيها، ولو حاجه ما بتحبهاش بس بتجيب لك فلوس ممكن تكمل فيها. انا الاسنان لا كنت بحبها ولا كانت بتجيب لي فلوس. فانا كانت بالنسبه لي انا مكمل فيها بس عشان هو ده اللي يعني اللي هو ما ينفع، انت دكتور ولازم تكمل. فانا قعدت 8 سنين لا الاقي نفسي يعني، لا هي بتجيب لي فلوس
مهم. يعني مش عايز اضحكك والله، بس لا، انا لا. انا اكبر مبلغ يعني دخلته من الاسنان ممكن مثلا اكبر شهر كان دخل 1500 في الشهر. يا ابن والله اللذينة، العظيم. ايه ده جامد قوي. بجد. حتى ولما فتحت العياده قالوا يعني فاهم ان انا كنت بشتغل علشان ادفع للست الايجار تقريبا، ما كانتش لاقي حد ياجر الشقه فانا اجرتها. فانا بقيت الايه الراجل اللي بديها الفلوس يعني. ما كانش في زباين كتير يعني ولا المشكله كانت فين؟ بص أصل برضه هو عيادات هو السنان اكيد برضه هو منعش ميكس يعني. اكيد، هو اكيد ميكس يعني عشان بس برضو حدش يتفرج يفهم غلط. مم. هو اكيد ميكس ما بين حاجات كتير مم. يعني. في طبعا المشاكل العامه اللي هو ان دلوقتي العيادات السنان بقت كتيره جدا، وما بين كل عياده سنان وعياده سنان في عياده سنان، مم. وبالجامعات الخاصه بقى كميه دكاتره سنان كبيره جدا بتتخرج. مم. بس اكيد في سبب كبير جدا ان انا نفسي مم. كان بالي مشغول عن الاسنان بحاجه تانية. انت ما كنتش مركز. اكيد ده اكيد أوكي. عشان ابقى صريح يعني. اكيد واكيد مثلا كان ممكن يعني ما بشتغلش يعني، او مثلا ان انا بيجي لي حد مثلا ممكن اعمل له حاجه فاقول له لا، مثلا حاسس ان انا مثلا الحاله صعبه فاقول له لا محتاج تاخد علاج بتاع ما اعرفش ايه. فاهم أوكي، قصدي؟ فاهم يعني. أكيد يعني كان في تقصير منك قصدك اكيد يعني. مليون في المية. ما مش هنضحك على بعض. اوكي، بس انت انا قفلت. بابا وماما يتفرجوا دلوقتي هيزعلوا. لا ليه بالعكس على فكره. آه. يعني انا بشوف يعني الكارير شيفت بشكل عام مفيد جدا. لو وداك لحاجه لقيت فيها اللي انت بتدور على معلش انا اسف يعني عارف. من لسه ابو سمره في الحلقه اللي فاتت بيقول لك ايه، هو كان بيبيع مصاصات في المدرسه وبتاع، فالمدرسه اتخانقوا معاه، كانت قصه كده ظريفه قوي. اوكي. فهو بابا راح للمدرسه في الاخر قال لهم يا جماعه عجبتني الكلمه قوي الصراحه، يعني انتوا في الاخر بتعلموه عشان ايه؟ عشان يكبر ويبقى بيجيب فلوس ويشتغل. مش مهم بقى احنا يعني هيعمل ايه. هو راجل ساب كل اللي بيعمله بقى فاتح محل شاورما دلوقتي خلاص، وبقى واحده من انجح محلات شاورما. خلاص انت عملت قناه يوتيوب في حته معينه ووصلت في حاجه وبتساعد ناس في حاجه معينه، خلاص يعني. ايوه صح. وبعدين برضو خلي بالك اكيد ان انا مش مركز في الاسنان لسبب ما، لان هو حصل تقاطع يعني. وانا لما باجي احكي القصه بتاعتي عشان بس فلو الاحداث يمشي طبيعي، فهو بيبان كأن انا كنت ماشي في الاسنان بعدين رحت لا، هو اكشلي كان في فتره تقاطع كبيره ما بين الاسنان والتصوير، والاتنين مع بعض في نفس الوقت شغالين. يعني كنت بتصور وانت فاتح العياده؟ ايوه. اوكي. ما هو ده بقى اللي حصل، ما هي دي الفكره. انا في 2011 اللي هي سنه التخرج، اللي هو قبل ما اروح التكليف قبل كل حاجه. انا واحد صاحبي كده كنت قاعد معاه يعني ما بين المحاضرات كده قاعدين يعني. انا عاجبني اصحابك اللي ماشيين معانا في القصه كلها. متخيل ايمن ابن احلام كراويه ده فاتح سايبر جنبينا عارف. ايوه لا ده صاحبي احمد حسن. هو برضه عمل كارير شيفت دلوقتي. اصلا كلكم كارير شيفت. ايوه حلو قوي. كنت قاعد معاه، وبعدين هو كان ليه في التصوير وكده وبتاع، وبيحب يصور، كان يقعد يصورنا بقى. كان هو بتاع الدفعه، وكانت برضه اخته بتصور. اخته بقى كانت بتدي محاضره في كليه صيدله جنبنا. فقال لي تعالى معايا نحضر محاضره التصوير ديت في صيدله عشان نعمل لها زحمه في المدرج وتحس بقى ان الدنيا زحمه وكده وبتاع. والله انا قعدت اقول له يا عم في تصوير ايه وبتاع ايه وفكك يعني وبتاع. بس فرحت معاه بقى رحت معاه المحاضره دي، دخلت اتوهمت. هي كانت محاضره ساعه بتتكلم عن البيزكس بتاع التصوير العاديه خالص، اللي هي اي حد يعني انت اكيد عارفها، اللي هي فتحه العدسه والشاتر الثيرد بتاعت الصوره مش عارف ايه. بس انا كنت اول مره في حياتي اسمع الكلام ده. اوكي تمام. لقيت يعني انبهرت قوي بقى، ولقيت نفسي في الموضوع ده. طالع حتى من المحاضره ماسك الموبايل ويعمل ايه اصور بقى وبتاع، اجيب الكوبايه دي كده اروح حاططها في تلت الكادر واصور وبتاع. اتوهمت بقى في البتاع. انت المحاضره دي مأثره عليك لغايه دلوقتي؟ انت لحد كل صورك دلوقتي في تلت الكادر ده ايه؟ بالظبط. فلا الموضوع كبر في دماغي. انا طول عمري انا حاسس ان انا جامد، بس مفيش دليل على ده او مفيش حاجه اطلع فيها الطاقه دي. انت عارف انت زمان كنت انت بتحس ان انت جامد بان انت كل الناس بتتفرج مثلا من على اي جي بيست وانت بتنزل تورنت مثلا، فانت كده الجامد. انت نجم. كل الناس مثلا بتسمع سماعات عاديه، انت تجيب السماعه بقى اللي هي اللي فيها الصوت والبيز عالي وبتاع مختلف يعني. كلها حاجات سطحيه جدا ما بتعبرش عن اي جمدان يعني. بس التصوير بقى انا لقيت نفسي فيه فعلا، ان انا فعلا لقيت نفسي فيه وحبيته قوي. انا شفت لك صور جامده قوي الصراحه. يعني هبعتها للمونتاج. لا يعني شفت صور كمان انت بتصور اشياء وبني ادمين، ففي صور البني ادمين ده انا بعمل فوتو سيشن كل 3 سنين مره صراحه. فانا بقيت زبونك خلاص بعد ولا انت قفلت خلاص؟ انا حاليا يعني مش بفتح لي الاستوديو عادي يعني اللي انت عايزه. فانا كان الاثنين ماشيين مع بعض في نفس الوقت، الاسنان مع التصوير. التصوير بلاقي فيه ساتسفاكشن رهيب جوايا كده، كل ما اعمل اي حاجه ولو بسيطه
تلاقي نجاح ومعرفش ايه، هوب معرفش ايه، قدمت في جايزه، هوب كسبت مسابقه، هوب طلعت مركز ثالث ايه على اسكندريه، هوب معرفش صوري اتعرضت في فرنسا وبلجيكا وانا بني ادم عادي يعني، انا ايه يعني بتعلم وبطور من نفسي وبتاع وبنزل وربنا بيكرم وبصور والدنيا تمام، والاقي نفسي هوب يلا عايزين ندي كورس، ندي كورسات، ناس تجي لي تقول لي انت احسن حد اتعلمنا منه الفوتوشوب مثلا ما شاء بقالنا. الله. يجوا طلبة فنون جميلة ياخدوا معايا انا كورسات فوتوشوب، تخيل انا. طب خد دي، انا دكتور جامعة فنون جميلة جه خد معايا كورس فوتوشوب، ما شاء الله. دكتور في الجامعة، انت ما متخيل؟ شاء الله. آه، فانا فعلا حبيت الموضوع واندمجت فيه جامد جدا. كل ده كان ماشي بالايه، بالتوازي مع الاسنان يعني. اوكي. اوكي طبعا كان لازم يبقى متاثر، القصه تبقى متاثره يعني. طبعا خصوصا كمان ان انا بقول لك انا مش انا شايف نفسي يعني انا كنت دايما بقول لاصحابي، مهم. افتكر كنت بقول لهم كده، بقول لهم انا شايف انا مش شايف نفسي دكتور سنان كبير وفاتح سنتر وكذا سنتر على مستوى، مش شايف نفسي كده خالص، بس شايف اصلا يعني انت مش شايف الفيجن انا مش دي. شايف الفيجن دي خالص، بس شايف نفسي حاجه في الفوتوغرافي او حاجه في الكرييتيف فيلد، حاجه كبيره قوي. ايه بقى اللي ما اعرفش يعني، ان انا خبطت كتير بقى، لسه القصه جايه يعني، بس انا شايف نفسي جدا حاجه كبيره قوي في الحته دي، لان كل الدلائل اللي حواليا بتقول كده، وكل يعني اللي هو يعني انا بعمل حاجه انا حاسس ان هي ولا حاجه، تلاقي الناس كلها واقفه بتسقف لك، وانا حاسس ان انا ما عملتش حاجه لسه من الطاقه اللي عندي. فاهمك طبعا، فاهم. بس فكان في بقى حرب بقى بين الايه، الاسنان والتصوير. انا متخيل لو في كومبيتيشن تصوير وفي عيان جاي لك العياده. طبعا انا طبعا. انا هقول لك طب قصه، طيب برضو كلها حاجات انت بتفكرني واحنا بنتكلم بفتكر يعني. انا كنت رحت اصور ايفنت في فتره كده، كنت بصور فيها ايفنتات اللي هو كورسات وكده، كورسات الاسنان كنت بروح اصورها. جامد والله جامد. العظيم، وما كنتش بركز في الكورس يعني كورس ببقى انا حاضره ببلاش، كورس الدكاتره رايحه دافع فيه الافات، وانا رايح والله العظيم مش بسمع هو ايه اللي بيتقال في الكورس، ولا كأن انا اصلا مثلا فني مثلا. انا فوتوغرافر. بالظبط. انا فوتوغرافر. كل تركيزي على الكادرات، واصور ازاي الدكتور من زاويه مختلفه، واجيب الكادر يبقى فيه بقى يبان الدكتور واقف كده وحواليه الاودينس وبتاع كل وبروح اكل صراحه عشان بيبقى في اكل حلو في الايفنتات دي. عندهم عشرة شبيك من الطريق. ايوه انا في فتره كنت بروح اصلا باخدش فلوس يعني، بروح ايه اكل واصور وامشي. فكان صاحبي ده مثلا، كان معايا واحد صاحبي ساعتها، كنت انا قعدت اصور تقريبا مثلا 9 ساعات متواصل. بعدين لقيته صاحبي جالي قال لي منى شو انت ما تعبتش؟ قلت له ايه؟ قال لي ما تعبتش، انت ما تعبتش؟ قلت له لا. قال لي انت معنى كده ان انت بتحب اللي بتعمله بطريقه مش ممكن. طبعا. بعكس الاسنان، انا الاسنان انا لو كان جاي عيان كنت بتضايق، ولو ما كانش جاي عيان كنت بتضايق، يعني في الحالتين متضايق. ان انا ايه، انا مثلا بروح مثلا ايه من 5 مثلا ل9 مثلا، اوكي. فانا قاعد من 5 يا رب ما حد يجي. انتوا متخيلين يا جماعه؟ انا عايز كده تتخيلوا انا في دكتور فاتح على فكره. انا عايز اقول لك حاجه منعش والله العظيم، بجد بجد. انت عارف يعني اخوك تخصصه كاريره بيزنس. ايوه فدايما بقول للناس حاجه مهمه جدا. الكارير شيفت مش موضه، فانت محتاج تشفت الكارير. أيوة بالظبط يا جماعه انتوا اللي بيشتغل شغلانه مش مناسبه ليه، انا بيجي طبعا دكاتره كتير جدا تعمل كارير شيفت، مهندسين واصحاب شركات يقفلوا شركاتهم ويروحوا يشتغلوا موظفين والعكس يعني. عدى عليا كيسز كتير. الشاهد انه في الاخر المعادله ايا كان انت رايح منين لفين، في مكان انت مش بس هتبقى مش بتستفيد وتطلع احسن ما عندك، ده انت في مكان هتبقى واصل انك بتضر الناس بالزبط. يعني النهارده ممكن يبقى دكتور فاتح عياده وبيأذي العيانين، ده بجد. مهندس شغال مهندس ومجبر والمباني بتقع بعديه. فالكارير شيفت مش موضه، صح. يعني صح انت صح محتاج تبقى بتلاقي الكارير بتاعك مش بس علشان انت تبقى مبسوط وتلاقي شغفك وفلوس لا طبعا في حاجات اكبر من كده بكتير. الدور اللي انت بتقضيه في المجتمع هيبقى صح لو انت شغال الشغلانه بتاعتك دي اهميه القصه بتاعت الكارير شيفت. فانت طبعا اللي انت بتقوله ده كلام مهم جدا جدا، وشكرا ان انت بتشاركه معانا بهذه الشفافيه، ان انت فعلا ما كنتش لاقي نفسك كدكتور يعني. خالص وعلى سيره اللي انت قلته ان انت بتضر دي، انا اخر سنه هحكي لك، احنا جايين في القصه بس اخر سنه انا يعني كنت شغال فيها. انا قلت في الفويس اللي هو فويس الاستقاله من الاسنان ده موجود برضه لو حابب نشاركه معانا. اوكي حلو قوي. انا قلت بالنص كده للدكتور اللي كنت شغال معاه، قلت له انا عايز امشي قبل ما ابدا اثر في المكان، لان انا فعلا كنت وصلت لمرحله انا خلاص جبت اخري، مش شايف نفسي خالص في اللي انا بعمله،
وعايز اموف اون، عايز اشوف حياتي، عايز اشوف انا هعمل ايه، ومش عارف الاتنين. يعني الاسنان كانت بتاخد مني من طاقتي، ما بعرفش اعمل الحاجات يعني اليوم بتيجي عليك طبعا. بالظبط بتيجي عليا طاقتي، انا ما بقدرش ان انا طبعا. الكرييتيف فيلد عايز مزاج رايق وعايز روقان وبتاع. طبعا يا باشا بالظبط. طبعا. فما كنتش قادر يعني. فكنت بقول لك انا كنت بقول لك عوده بقى الموضوع ان انا كان يس. اللي هو انا لو جه عيان بتضايق، لو ما جاش بتضايق. انا بقول لك انا بروح من 5 ل9 مثلا ماشي. فانا رايح بقول ايه يا رب ما حد يجي، انا مش عايز اشتغل. طب ما مش هيجي، مش هيبقى فيه فلوس يعني برضه؟ ما كانش بيجي لك الاحساس ده مناش؟ بيجي لي طبعا بيجي لي، بس انا فعلا مش قادر يعني، اللي هو انا فعلا مش قادر تقابل عيانين. انا اصلا ما بحبش التعامل الدايركت سبحان الله. مع الناس وكده، مش حتتي قوي فاهم. وبعدين الاسنان عايزه لها شويه كده ايه، ان انت تبقى تعرف تهندل الدنيا كده وبتاع، وان انت بتتعامل مع وجع والم وبتاع وما اعرفش ايه. العميل اصلا الكلاينت يبقى مبسوط قبل ما تعمل له حاجته يعني. ما انا لا انا واثق بعمل فيك كده، بس انا وبيحبك. في مصر بقى هنا في تاتش كده اللي هو ما تقلقش دي زي امي وما تخافش وبتاع وعلى راسي وبتاع. هو ده الدكتور اللي بيعرف يعمل ده. Yes. هو اللي بيسلك يعني. انا ما بعرفش، انا ايه يعني بيزك جدا وطبيعي يعني في الطبيعي ما ده. المهم يعني فبقول لك عايز اكمل مثلا ل9 دي. فبقول لك انا ايه بستنى 5 6 7 8. انا قلت ان انا في الحالتين متضايق يعني فاهم. يعني انت متضايق لما انا بقول لك يا رب ما حد يجي أوكي. ماشي. فلما تيجي الساعه 8 ما حدش جه، فاقعد اقول له انا كده جيت على الفاضي، انا ما عملتش حاجه. فيجي حد اقول ايه ده، انا كنت اصلا خلاص همشي. لسه هقعد اشتغل وبتاع. العيان اللي بيدخل في اخر نص ساعه ده ولا في اخر ربع ساعه خلاص انت بتقفل. عارف. انا بحس بقى ان انا ايه خلاص بقى فاهم قصدي، طاقتي خلاص ما فيش طاقه ولا بتاع اشتغل. هو انت الدنيا كانت ماشيه انه العيان بيجي ما فيش مواعيد بقى بتتاخد، وما كانش فيه كده مواعيد اصلا؟ مين يا عم؟ انا كنت شغال في اماكن يعني كنت شغال في اماكن شعبيه جدا وبتاع، وبتعتمد على الفوليوم والكميات الناس الكتيره وكده طبعا. فيجي فيجي وقت ما يجي بس يجي وخلاص وبتاع. بالظبط. وبعدين بعد بقى ما لفيت شويه في العيادات قلت بقى افتح عيادتي بقى الخاصه. ودي كانت غلطه كبيره برضو ان انا تفتح عياده. ودي غلطه برضو انا عايز اقولها لاي حد يعني. موضوع ان انت تفتح عياده هو بيزنس، ما ينفعش انت تفتح بيزنس وانت ما عندكش اي باك جراوند عن البيزنس. وانا كنت بفكر في الموضوع بسطحيه شديده، اللي هو انا متخيل عشان انا عندي شويه مهارات كده في الديزاين وبتاع، فقلت بس انا هعمل بقى بانر كده حلو، فلاير حلو وما اعرفش ايه واكتب عليه، واللي هو اللي هو الغالي الورق التقيل انت خدت بالك انت بدات منين يا مناش؟ يعني معلش انا اسف والله يا جماعه. حته مهمه قوي الناس اللي بتسمع. خدتوا بالكم علشان في الاخر الدرايفرز بتاعته ارتستيك وفن وبتاع، راح بدا بيزنس من الفلاير يعني. هو ايوه بدا من الديزاينز. ما ده غلطه كبيره يعني. هو البيزنس انت اصلا ليه اساسيات، وان انت تعرف تقوم مكانه والماركتنج وهتسوق ازاي وهتعمل ايه. مفيش الكلام ده. انا كنت واحد صاحبي ويلا نفتح عياده فين، نفتح جنبنا كده في منطقه كده في اسكندريه. اوكي. كانت ما بين الراقي والشعبي في النص كده. تمام. ودي كانت اكبر غلطه في الحياه برضو، ان انت الراقي بيخاف منك، الراقي شايف ان انت قليل مش هيجيلك، والشعبي شايف ان انت عالي عليه مش هيجيلك برضو. فولا ده بيجي ولا ده بالظبط. فانت لقيت نفسك في الاخر مالكش اصلا هويه. تارجتنج مهم قوي. الكاستمرز مين اللي هيجوا لي دي حته ولا اي بتاع. انا عملت الفلاير من هنا فاهم قصدي، واخترت اغلى حاجه فاهم قصدي، وعملت الديزاين بقى ورسمت بقى كاركتر سنه بقى ونايم على الكنبه بقى ومبسوط عشان جاي عيادتنا وافلام بقى شغل. ولوجو بقى والحيطه دي ازرق والحيطه دي بيج ومش عارف ايه وتناسق الالوان وهنا يتعلق ايه والزرعه هنا يعني العياده كان فاضل لها لايتس من ناحيه وتصور فيها كانت تبقى عينه. ايوه بالظبط. قعدت في العياده دي سنه، وطبعا كان ايجارها عالي لان هي كانت في مكان زي ما بقول لك برضو كان سن عالي يعني فاهم قصدي. فقعدت السنه دي برضو نفس الكلام اللي هو يعني جا عيانين وجا ناس واشتغلنا وايدينا مشيت في الشغل وبتاع، بس في الاخر لقيت ان انا ما بعملش حاجه يعني. قعدت ما بدخل فلوس بس عشان ادفع الايجار يعني فاهم. وبعدين بقى رحت رايح كومبليت اوبوزيت بقى، رحت فاتح في حته يعني الناس ما تسمعش عنها اصلا في اسكندريه من كتر ما هي حته شعبيه جدا يعني مش يعني عزبه جوه اسكندريه في حته صغيره كده مش عايز اقول اسمها برضه. اوكي. قعدت برضه هناك اشتغلت سنه. دي كانت تاني عياده بقى. كانت يعني انت عيادة. لسه مكمل محاولات انه طب نغير مكان العياده يمكن نفك الحركات طبعا. ومع ان انت مش عايز اصلا العيانين تيجي بس قلت تجرب يعني نفتح تاني. بس انا لو عليا انا عايز اسيب الاسنان من زمان، بس في ضغط حواليك طبعا يا باشا وعيله واهل حضرتك قعدت 7 سنين طب وكم سنه بتحاول في 10 سنين هيضيعوا كده هباء؟ لا طبعا طبعا. فحاولت سنه كنت متجوز كنت عندي بنت كمان.
الله، اه ده في حوارات. اوكي. بس فرحت بقى عياده كانت يعني فعلا في مكان فعلا صعب جدا يعني. وقعدت برضو هناك، قعدت برضو مع صديق تاني بقى غير انت الاولاني. اصدقاء دول مؤثرين في حياتنا ايوه كلنا ايوه دلوقتي. ايوه، ده عبد الله وعلاء نقدم لهم تحيه، دول حبايبي والله. بس هو ايه، ما توفقناش مع بعض في في الأيام الشغل دي. يعني. أوكي. مش بسبب حاجه، انا بقول لك انا ما كنتش خلاص. مش جاي معايا الدنيا يعني. قعدت قد ايه العياده دي؟ سنه برضه، ده سنه انت كمان. كان مرض السنه الواحده ايوه برضه. ايوه ايوه ايوه، ده في حاجه معروفه اسمها كده. لا طبعا بقول اي كلام. انا فكرت حاجه في الكارير لا اسمها اصل كده. كان في حد من اصحابي اه اشتغل 3 شغلانات، كل شغلانه يوم ويمشي. اوف. كان بيقول انا عندي مرض اليوم الواحد، فانت افتكرت مرض السنه الواحده كده. اه بس عشان تتخيل المكان ده كان عامل ازاي يعني. كان يعني في واحده كانت جت مره العياده فقالت لي الكشف بكام، فقلت لها 10 جنيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكو يا مفتريين وبتاع وايه، فضحتنا في 10 المكان. جنيه وده أيوة. مش في 2001 ولا حاجه، ده في 2015 يعني، فاهم. اوكي. كان 10 جنيه برضه رقم قليل يعني. مفيش اه غالي قوي 10 ايوه ايوه، كان غالي جدا طبعا. اللي هو رحت كومبليت اوبز، اللي هو ما فيش توجه في الحياه، اللي هو ايه، ما مشيتش معاك البتاع روح هنا، ما مشيتش. المهم يعني نشوف اي حاجه، ما بالظبط نحاول. حلو قوي. بالظبط. والاسنان اصلا بقى مشكلتها برضو كان في حاجه بقى، غير ان انا ما بحبش الاسنان. الاسنان من الشغلانات ان انت عشان تعملها صح لازم تجيب حاجات غاليه. طبعا. يعني انا طبعاً. بص يعني نفس الحاجه في الاسنان، نفس البتاع مثلا بتاع الكومبوزيت اللي هو الحشو الابيض ده. انا ما نسيت الاسعار عشان انا بقالي سنين يعني، بس اللي هو طبعا. ممكن على ايام يعني تلاقي هي مثلا ب100 وتلاقي واحده تانية ب2000. هي نفس الكميه ويعملوا نفس عدد الحشوات. فانا ممكن اجيب لك دي وممكن اجيب دي. ففي ناس، في دكاتره فعلا بتكون اسعارها غاليه، سفاحين وجزارين زي ما بيقولوا. وفي ناس فعلا هي بتشتغل فعلا بخامات نظيفه تقعد معاك ديوريشن، ممكن لايف تايم لحد عمرك كله، تبقى انت يس. عملت ريستوريشن في بقك وتقعد معاك عمرك كله يعني. طبعا. فانا ما كنتش عارف اعمل ده، لان انا ما كانش مهيأ لي ان انا اشتغل في مكان اعرف ادفع المبالغ دي يعني. انا كنت بحشي بخلع ب20 و30 وبحشي ب60 و70، فاهم قصدي. فالارقام دي ما الارقام غريبه قوي. ايه الكلام انت ده؟ فاهم قصدي. طب بس انت منعش برضو، يعني انا جه في بالي وانت بتحكي، انت بتقول انا كنت متجوز بقى في وسط الدربكه دي وفي بنت. انت اتجوزت بدري صح؟ اتجوزت وانت في الجامعه؟ لا مش قوي كده. انا اتجوزت في 2000 تعمل لنا مشاكل 2014. ما انتش حلو يا ابني. لا سيبها فاكر اهو الراجل. 2014. اوكي. وخلفت في 2015. ففي عز الدربكه دي كان في جواز. طب ايه الوضع يعني، وضع الجواز مع الدنيا دي كان شكلها صعب طبعا. كان صعب طبعا. انا طبعا كنت شغال في الحكومه، فدي كانت جنب العياده. اوكي. الصبح في الحكومه والعياده والتصوير بالليل. حاجه غسيل 2 وخميس زي الفل، وبص بعمل كل حاجه. ايوه برافو والله برافو. بس كان يعني الحمد لله الدنيا كانت ماشيه يعني. زوجتك ما بتقول لك مثلا نقفل العياده افتح انا زوجتي بص معايا اللي انت شايفه، احنا انا الحمد لله زوجتي ربنا يبارك فيها يعني. يعني اللي هي بتعيش على يعني، هي ما الدنيا ضيقه فبنظبط الكلام على كده. والله الدنيا ده بالعكس يعني، ده هو لما ربنا فتح عليا شويه بقى انا عايز تأدي، هي تقول لي لا كتير يا ستي انا ماشي، انا يعني ما فيش مشكله دي مثلا تعدي بتاع. فهي يعني اللي هي ما شاء الله عليها بالعكس يعني، عارف اللي هو فاهم ما شاء الله. حلو قوي. بس فهي كانت سبورتيف يعني. هي مدي ما اعرفش هي بتثق فيا ولا هي بتدعي ده ان هي بتثق فيا طول الوقت. بس هي سايباني يعني ايه يعني، اللي انت هي شايفاني يعني انت ماشي يعني، شوف اللي انت بتعمل ايه ومهم تبقى معانا بس وتبقى مبسوط يعني. لا بقول لك ايه، انا اصلا انت اول ما ايه انت واحنا بنحضر بقى عياده، فقلت بس يا باشا عياده دي بقى ايه، دي فتحه خير وفلوس وبتاع. فطلع الكشف ب10 جنيه والحشو ب30 جنيه. ايوه لا الحياه صعبه. ما هو ده الجانب بقى اللي الناس مش شايفاه، من اصل الاسنان جوانب. يعني في حد مثلا وما بقولش مش بعمم يعني، بس طبعا. ده مثال موجود مثلا ان حد مثلا هو والده اصلا دكتور سنان، فهو دخل سنانه واتخرج لقى كل حاجه جاهزه وبتاع وما اعرفش ايه، واشتغل في ارقى الاماكن وعمل اسم بسرعه عشان والده مثلا. ده موجود. وفي ناس برضو على فكره مجتهده جدا جدا وما شاء الله اشتغلت على نفسها وبتحب المهنه فعلا. الاسنان على فكره انت بتتعلم
99% منها بعد ما تتخرج اصلا. طبعا انت بتلاقي اللي انت خدته في الكليه ده ولا حاجه طبعا. اصلا، وكل حاجات بقى بعد كده بقى كورسات، وبتروح تتعلم وتقرا وتشوف احدث الريسيرش وتسافر ما اعرفش فين تعمل تحضر مؤتمرات فالاسنان في ناس فعلا حابه الموضوع طبعا. وفعلا نحتت في الصخر لحد ما وصلت ما شاء الله فاتحه سناتر كبيره وشغاله وبتاع. وفي الجانب بقى التاني اللي هو الايه عامه الشعب بقى اللي هو ايه انت فعلا بتقعد بقى تلاقي نفسك شغال في مستوصف ما اعرفش ايه كنت بتاخد كام في المستوصف؟ هو كان بالنسبه يعني كان هو 40 60 لو انت جايب الخامات بتاخد 60 والمركز 40، لو هم المركز جايب خامات بياخد 60 وانت 40. افريج دخلك كان كام بقى في الشهر؟ ما انا قلت لك والله يعني كان اقصى حاجه انا جبتها من الاسنان كان 2000 جنيه كان اكبر رقم. أقصى رقم. اوكي. كان 2000 جنيه تقريبا او اقل بحاجه مش فاكر كان 1000 وحاجه وكنت او تشتغل 2000. طول الايام عادي جدا، بتنزل كل يوم؟ ايوه يعني بالزبط. اصلا 2000 جنيه دول مواصلات بقى، لو انت كل يوم بتنزل انا باكل ماك وبتاع يعني انا اصلا بخلصهم اصلا اكل طبيعي بالظبط. يعني انا اصلا انا يعني يعني انا كنت حياتي كده لو انا بحب اكل بقى من المطاعم، وكانت في فتره كان اهلي مسافرين وانا قاعد لوحدي فانا متعود بقى ان انا باكل وبتاع. مش اللي هو بقى اجيب فرخه واعملها في البيت بقى ما عنديش الجو ده طب خالص. انت صاحبك بقى اللي تسبب ان انت دخلت طب وسبت هندسه ده فين من حياتنا دلوقتي؟ هندسة؟ مش هندسة انت كنت إيه؟ هندسه يعني، قصدي كان نفسك يعني لا ده لو... مش صاحبي، لا ده كان ممكن في العيلة. البيت يعني طب اللي حواليك يعني. طب هم والوقت ده بقى كان هم بالنسبه لهم انت متعايشين معاك ولا متضايقين ولا مبسوطين انت على الاقل لسه بتحاول، ولا يعني كانوا عايزينك تكمل في العياده ولا لا؟ اكيد هم بص هو اهلي هم سبورتيف جدا على فكره على طول الخط. طبعا لما عملت كارير شيفت اكيد كان بالنسبه لهم حاجه جريمه يعني جرم لا يغتفر. برضو ما اعتقدش ان انت القرار بتاع ان انت تسيب بقى 15 سنة طب يعني برضو 7 سنين دراسة و8 سنين يعني 15 سنة طب وبعدين تشفت الكارير. فالترانزيشن دي مهمة نقف عنها عشان الناس اللي بتعمل كارير شيفت. فاعتقد ده دي حتة انا زي ما بقولك انا هو ما كانش قرار في يوم وليلة خالص يعني. انا بقولك انا رحت اشتغلت في الصعيد قعدت هناك شغال، بعد كده جيت هنا في اسكندرية اشتغلت في حتت شعبيه جدا، وبعد كده رحت اشتغلت في اماكن راقيه، وبعد كده رحت فتحت عياده في حته شعبيه كويس. وبعد كده في حته في القصه برضو دكتور احمد حجازي ده زي اخويا كان معيد عليا اصلا في الكليه. فجاء كده لما راح شاف العياده اللي انا فيها دي قال لي بص حبيبي يعني ايه يعني اقفل في المحل ده اقفل اللي انت عامله ده وتعالى عندي انا هعلمك تقويم جميل وهشغلك ايه تقويم عندي في العياده هتمسك لي انت التقويم. ودي كانت اخر سنه بقى في الاسنان يعني قعدت برضو اشتغلت معاه سنه وعلمني التقويم وكده وكل حاجه. فانا جيت بعد السنه دي انا صراحه يعني شغال وعملت شغل، وعلى فكره كان في ناس بتيجي والله وتقعد تقول ما شاء الله وانت احسن حد ركب لي تقويم وتقويم مش بيقع وممكن هم مبسوطين بيا قوي بتاع. بس انا جيت بعد السنه دي حسيت ان انا مش هعرف اعمل كارير من التقويم يعني. انا شغال فولور تحت الدكتور ده، بس انا حاسس ان يعني مش هعرف ان انا اخد ده بقى ككارير لان لقيت برضو ان انا عشان ابقى شاطر بقى في التقويم لازم اروح اخد برضو كورسات واحضر مؤتمرات واحضر حاجات وبتاع. وانا خلاص انا كنت اوريدي حققت نجاحات في التصوير كبيره جدا، فمش منطقي يعني ان انا اروح يعني. ما انا برضو حرقت في التصوير على فكره يعني. هي قصه 15 سنه اسنان وفيها برضو 8 سنين تصوير جنب الاسنان بالظبط. فانا ما سبتش الاسنان على حاجه انا لسه عارفها امبارح، انا سبتها على حاجه انا عندي خبره فيها 8 سنين حققت فيها جوائز وصور اتعرضت في معارض عالميه ووديت فيها كورسات فاهم قصدي فبقيت ماستر فيها فعلا الحمد لله يعني. بقيت وبعدين كنت بصور بكاميرا ضعيفه جدا في الاول وبعمل شغل. احكي لك قصه في الموضوع ده طيب ولا طبعا يعني من احد الحاجات برضو يعني كان في فوتوغرافر في الفتره اللي انا كنت بصور فيها وبنزل اصور في الشارع. لفيت مصر تقريبا كلها على فكره بصور يعني ما اعرفش انا فكنا رايحين حته كده اسمها الصحراء البيضاء في غرب في ايه في الصحراء الغربيه تقريبا لو انا فاكر صح. اسمها الصحراء البيضاء فكان في معانا فوتوغرافر. كان الفوتوغرافر ده معروف ان معاه اكبر عدد والعدسات ومع مش عارف ايه، وانا كان معايا كاميرا سيمي بروفيشنال ما بتغيرلهاش اصلا عدسات فاهم قصدي. كاميرا سوني كده صغيره هي اللي انا بدات بيها. فالفوتوغرافر ده بيحب يشو يعني اللي هو ايه ايجو كده عنده عالي وبتاع ويقعد. فجالي كده ايه قعدني كده
قال لي وانت تقعد كده تقعد تصور كده اي حاجه وبتاع، انت لازم تاخد بالك من الزاويه وتركز. وهو ما شافليش شغل قبل كده وما يعرفنيش يعني، وقعد ايه ترسم عليا كده شويه، فانا قلت له صح معاك حق فعلا وبتاع مش عارف ايه وبتاع. بعدين ايه خلصنا الرحله وايه كل الناس بقى صورت وكله بقى عمال يفرج الصور بتاعته كده. فانا رحت كده ايه قلت له بعد اذن حضرتك يعني بس ممكن اوريك الفوتوز بتاعتي. بكل تواضع كده وبتاع. بعد كده ايه مسك بعد كده بص كده بص لي كده يقعد قال لي كده، بعدين يبص لي كده يقول لي انت اللي مصور الصور دي؟ اقول له اه. يقول لي مصورها بالكاميرا دي؟ قلت له ايوه ما الصور قدامك ايه على الكاميرا. بص لي قال لي انت خبيث. انت مش سهل انت مش سهل. اقول له في انا انا فاهم على فكره ان انا ايه انا يعني هو منبهر جدا طبعا. بالمستوى الليفل اللي طالع بالكاميرا، وجا بعد كده بقى خلاص بقيت حبيبه بقى اللي هو انت جامد بقى وبتاع. بس انا ما دخلتش اترسمت عليه يعني فاهم. أوكي. يعني انا دخلت بس بهرته بشغلي يعني. انت واضح ان انت برضو في حته مهمه قوي بقى، يعني حس ان الحلقه الناس اللي بتسمعنا مهتمه بالحته بتاعت الكارير والكارير شيفت. ان لو في حد بيسمعنا بيعمل كارير شيفت، في دايما بقول للناس في انواع كتير قوي للكارير شيفت. يعني كتير قوي الناس اللي بتيجي تغير الكارير يقول لك انا هسيب شغلي واروح. لا ثانيه واحده، لانه مش كلنا ينفع لما نيجي نغير شغلنا نسيب الشغل ونمشي. في واحد لو ساب شغله في مكانه الثابت ابو مرتب ثابت ايا كان هو كام، يجيله بانيك، يتوتر، ويبقى مش عارف يعمل ايه. على فكرة مع انه مثلا لو انا هضرب مثال مثلا بدكتور وشغال في مكان وبيقبض مرتب بسيط وهو بيحب التصوير اهو، الراجل بيحكي لنا بيحب التصوير، فلما لو ساب طب على فكرة وراح للتصوير ومن غير ما يعمل المحاولات اللي هو كان بيعملها والاتنين جنب بعض لغاية ما التصوير ينجح، السلو جامب دي لو ما خدهاش يبانك. في ناس كده. وفي حد تاني انا اعرف واحد صاحبي يعني ما شاء الله بيعمل سكسس سريع جدا جدا، وبعد ثانيه يروح سايب الشغلانه كلها ويسيب البلد ويروح بلد تانية خالص. صح. وياخد ريسك عالي ومخاطره عاليه، وهو دي طبيعه شخصيته. فمهم قوي وانت بتعمل الكارير شيفت تبقى بتبص هو انا ينفع معايا ايه. لانه في حد لازم يعمل التجربه دي اللي هو اشتغل شغلانتين 3 جنب بعض واستنى، بيبقى رتمهم بطيء طبعا وبياخد مجهود ووقت وعمر، لكن ده اللي ينفع معاك. في حد تاني لا ممكن يسيب الشغل وياخد بريك كمان وبتاع. بس دايما في حسابات بقى، ودي حته مهمه قوي. يعني انا هسيب شغلي واقعد وادور على شغل تاني، يقول لك على الاقل باي بوك يعني يبقى معاك من 6 شهور لسنه فاينانشال كوميتمنتس بتاعتك مكفياك قدامك، بالذات لو واحد زي حالتي وحالتك كده متجوز وعنده عيال وبتاع، هتدفع ايجارك منين يعني تعالى نروح على ارض الواقع. انت سبت الشغل عندك فرصه في حاجه تانية، فعلى الاقل معاك مصاريفك ال3-6 شهور الجايين علشان تعرف حتى تقعد تفكر صح. كويس بذهن صافي في اللي انت بتعمله بالظبط. فانا بصراحه حلقات الكارير شيفت كلها ببقى خايف منها، لانه احنا خلي بالك يا منعش ممكن الحلقه تلاقي بعدها دكاتره بتقفل العيادات وبتاع وبتسيب شغلها، فبرضو ايه اكيد صح اكيد مش صح خالص. وانا فتره اصلا زي ما بقول لك انا قعدت ابني، هو انا برضو عملت حركه متهوره وندمت عليها. يعني انا هقولها دلوقتي هتخلي الناس اصلا تاخد ستيب باك من الكارير شيفت اصلا. لان انا بعد ما عملت كارير شيفت صدمت بقى بعد كده وحصل لي البانيك اللي انت بتقول عليها دي، برغم ان انت كنت كويس وشاطر في التصوير. بس ما هي بقى الحاجه اللي هي اللي ما قلتش عليها، ان انا كنت مش في بيزنس التصوير، انا كنت في التصوير الفني. انت فاهم الفكره؟ اوكي. انا بنزل اصور بقولك في الصحراء البيضاء وسيوه واسوان والاقصر وبتاع، صور فنيه، تاخد جوائز وكل حاجه، باخد جوائز وكل حاجه. بس ايه ما دخلتش التصوير الفني، يعني ما دخلتش بقى اصور برودكتس وفود هو ده اللي بيجيب فلوس. انا ما دخلتش في التصوير الفني خالص. انا كنت داخلها، ما دخلتش قصدي في التصوير البيزنس، انا كنت داخلها تصوير فني بس. فانا جيت بقى زي ما بقول لك، انا جيت في لما كنت في العياده الاخيره دي مع الدكتور احمد، جيت كده جيت في يوم كده كان في العياده بقى كان ستريس ابن الذين كده. قلت له بقول لك ايه، انا صراحه خلاص انا جبت اخري ومش عارف اعمل الاثنين جنب بعض، مش قادر يعني. انا مش قادر خلاص، مش عارف. ايوه بالظبط. مش قادر بجد خلاص، يعني خلاص انا جبت اخري فعلا وخلاص انا هنطلق واشوف حالي كده وهشوف بقى هلقط رزقي في التصوير وشوف هعمل ايه. ما كنتش عارف هعمل ايه تحديدا، بس انا عارف ان انا شايف نفسي في الحته دي تمام. بس طبعا انا مثقل مش بفلوس اكتر ما كنت مثقل بمهارات اتعلمتها على مدار 8 سنين. بتعرف تعمل تقويم وبتاع وقصه يعني. لا، انا قصدي في التصوير. اصلا.
افتكرت زعلان على اللي اتعلموه في طب برضه مفيش فايده. لا لا خالص. انا قصدي ان انا كنت عندي بقى ايه يعني، كنت اتعلمت بقى حاجات كتيره في خلال 8 سنين دي ليها علاقه بالتصوير والاضاءه يس والكومبوزيشن وما اعرفش ايه والكلام ده كله. فايه قلت بس بقى الغلطه بقى هنا اللي انا كانت حصلت معايا، ان انا كنت متخيل ان انا الحياه هتبقى ورديه بقى بعد ما انا ايه هاخد القرار ادخل بيزنس التصوير. انا اصلا كنت بسمع ان الناس اللي بتصور مثلا التقيله مثلا ممكن ياخدوا في السيشن 7 8 مثلا في السيشن، غير ان في ناس هنا في اسكندريه في القاهره مثلا هنا بياخدوا 15 و20 و30 يعني. بس دول اللي هم ليفل اللي هم بيصوروا الفودافون بقى وبتاع، فاللي هو 30,000 صباح الخير يعني. لا انا قلت انا ما كنت كنت منطقي يعني اسمه ايه عملي جدا. قلت انا 6 7 ماشي 7 في 30 7 200,000 140. طب السلام عليكم يا دكتور انا بقى 140. طب لا خليها 60,000 في الشهر حلوين، فاهم قصدي؟ انا كنت متخيل كده يعني، فاهم قصدي؟ صعبة وغلط جدا. وهو ده المينتاليتي اللي انا كنت سايب الاسنان عليها، ان انا كنت متخيل كده، وده اللي انا كنت ببيعه للناس اللي حواليا، اللي انا بقول لهم ان انا هسيب الطب يعني. بقول لهم انا فاكر السيشن بيتاخد فيها 6 و7 وبتاع، هم شايفينك انت اصلا التقويم والحشو هنا رخيص قوي يا جماعه. بالظبط. بس فبقول لك يعني، فاللي هو 7 في الشهر 7 في اليوم، فانت هتصور في الشهر مش عارف 10 سيشن مثلا، اوكي 70,000 ولا 60,000. المهم ايه، رحت جيت اول صدمه بقى. كلمني حد بتاع ملابس وقال لي انا عايز تيجي تصور لي يعني الملابس وبتاع ما اعرفش ايه وكده. قلت تمام، فهنصور كام قطعه وبتاع، فقال لي مش عارف 30 قطعه. جميل. فانا كنت لسه بادئ بقى، قلت له يعني، قلت بقى ما اضربش جامد، قلت له هاخد 4000 جنيه او حاجه كده يعني. قال 4000 جنيه ايه؟ قال انا في واحد جاي لي بيقول لي هصور القطعه ب 25 جنيه وانا جايبك تجيب تديني سعر احلى. اللي هو يا جماعه وانا اسيب ال 10 جنيه بتاعت الكشف اجي ال 25 جنيه؟ ايوه بالظبط. فانا اتصدمت يعني، لو انا ما كنتش متخيل. انا كنت متخيل بقى ايه، ان منعش او منعم استوديو اللي هو البراند بتاع التصوير لما ينزل بقى سوق البيزنس يقول انا اهو انا جيت جامد بقى، ننزل بقى الفلوس هتنزل كده، هتترصص كده على الترابيزه، انت بس يعني تصور لي بس وانا هديك اللي انت عايزه. ايه اللي انت بتقوله ده وايه؟ قفشته وبتاع وسبت له، فاهم قصدي؟ قلت له لا طبعا، وانت بتتكلم في ايه؟ قلت له انت بتقارني بواحد بيجي يرمي لك الهدوم كده على الارض، ده انا هعمل لك تكوين وما اعرفش ايه واضاءه ولما تعمل كده هتبيع احسن وبتاع. لا مفيش الكلام ده. روح انا اللي روحت. ما انا قصدي هو قال لك روح. لا ما هو قاليش، انا روحت قبل ما اقول. انا اللي طردت نفسي. برافو والله. بعدين بقى ايه، انا بقى كان عندي مشكله، او مش مشكله، انا كان عندي يعني زي ريستريكشن كده، ان في حتت معينه في التصوير انا مش عايز ادخلها. هي دي اللي بتجيب فلوس وانا عندي فيها خبره شويه يعني. انا زي اقول لك كنت بصور ايفنتس، فايه اللي موازي للايفنتس مثلا في التصوير البيزنس مثلا الافراح، اعياد الميلاد، الحاجات دي. كويس. انا كان عندي صراحه مشكله في ان انا اصور افراح وكده، لان انا ما عنديش كنترول على ايه اللي ممكن يطلع لي في الصور. ماشي، متفاهم ده جدا. ما عنديش كنترول طبعا فاهم قصدي؟ طبعا. وقعدت فتره متازم يعني. انا بالنسبه لي دي اكتر حاجه بتجيب فلوس، اكتر حاجه في مصر الناس فاهمه فيها ان هي ممكن تدفع فيها الميك اب والفستان الفرح والتصوير. وانا شاطر قوي في تصوير البني ادمين من ايام التصوير الفني، فكنت قلت انا لو نزلت صور افراح كنت هعمل بتاع. بس انا ما كنتش حاسسها يعني. انا بقول لك انا ما عنديش كنترول على ايه الصور هتبقى عامله ازاي، اللبس هيبقى عامل ازاي وبتاع. وحاولت حتى، جيت فتره انا فاكر قعدت رحت الفتاوي وكلمتهم في التليفون، وفي ناس على فكره قالوا لي ان هو عادي، ولو في حاجه الاسم على اللي بيتصور مش اللي بيصور. بس انا صراحه انا ما اقتنعتهاش. ما اقتنعتش. ما انا الميكر بتاع الصوره. فاهم قصدي يعني افرض واحد قال لي تعالى صورني مع الرقاصه مثلا ولا بتاع، وهو دافع لك فلوس، هتقول له انا اسف انا بس هصور حضرتك بس. بالظبط فاهم قصدي؟ ولا مثلا في لبس مثلا اوفر قوي فاهم قصدي؟ فمش هينفع، ما كانش نافع. فانا رحت على طول رحت قافل الباب ده. في برضو باب برضو تاني اللي فيه فلوس حلو قوي بقى، الفاشن وما اعرفش ايه وبتاع وكده وبتاع. الفكره برضو ان
او كان ممكن يبقى فيها شويه اللي هو انت ايه تمسك العصايه من النص بس كان في صعوبات اكيد، تحديات وبتاع. بالظبط. فبرضه رحت ايه قفلت الباب ده. فايه اللي قدامك يا عم منعش؟ زي ما بقول لك المنتجات، ودي من ارخص الحاجات في التصوير يعني، الا لو انت بقى شركه كبيره او كده. بس لو انت فوتوغرافر عادي بقول لك الموضوع وصل لليفل 25 جنيه و20 جنيه، وسمعت 4 جنيه كمان في بعض الاحيان في بعض الروايات يعني الصوره ب 4 جنيه. كل ده انا ما كنتش اعرف عنه حاجه في غير الثمان لما سنين سبت العيادة. غير لما سبت العياده ودخلت بقى في السوق، لان كل ده ما كنتش دخلت في السوق. ودي حلو كانت أوي. غلطه على فكره، ان انا او ما حدش قال لي يعني، اللي الناس يعني اللي علموني التصوير خلوني شاطر قوي فنيا، بس ما حدش قال لي في السوق عامل ازاي. انت ما كنتش برضو لسه بتكسب فلوس من المهنة التصوير خالص يعني. آه. ممكن هو كورس كنت بعمله كل 3-4 شهور دي يدخل دي حتة مهمة جدا. لو حد النهاردة بيسمع، الناس اللي بتسمعنا، لو انت خدت التراك او الطريق بتاع الكارير شيفت اللي هو بعمل الشغلانتين جنب بعض، لازم تلاقي ثمرة، مش مهم حجمها ايه. يعني انا مش هقول لك بقى، يعني حتى في الحلقة بتاعت ابو زيد وممكن ترجعوا تسمعوها، الراجل كان بيحكي انه ما سابش هندسة غير لما يوتيوب بقى بيجيب له قد ده، وبعدين شوية بقى ضعفين، وبعدين بقى 3 اضعاف، وبعدين فلما ساب، حتى لما راح لاهله يعني في حته كده مش عارف انت سمعت أيوة الحلقة ولا لا، أيوة قال له أيوة. طب خد الفلوس اهي بالدولار وخد دي، قال له لا يا ابني خلاص هات الدولار، شوف صح، انت صح ربنا كده، يوفقك. صح. فالشاهد انه في الاخر انت مهم تبقى شفت حاجة قبل ما انت هتسيب، وهتبقى ممكن تلاقي نفسك في الهواء الطلق زي ما منعش بيحكي لنا دلوقتي. فدي حتة مهمة جدا جدا وانت بتشفت الكارير بتاعك يعني. انا برضو على سيره كلامك يعني، انا قعدت الموضوع ده طول معايا قوي، حته ان انا اهو دي قعدت معايا 4 سنين. 4 سنين عشان 4 تطلع سنين. فلوس من الفوتوغرافي. مش الفوتوغرافي بقى، هي جت في الاخر في اليوتيوب. بس انا ايه Yes. لا مش اليوتيوب، في برضو كان فوتوغرافي قبليها بس قبل الكورونا يعني. أوكي. بس انا قصدي ايه طولت معايا. فالفتره دي انت عليك ستريس ان انت سايب الاسنان وعايز تثبت نفسك وعايز توريهم ان انت فعلا أنا ما بتعمل حاجه. فشلتش. واللي هو مثلا تبقى انت متخيل ان اهلك خلاص يعني مقتنعين باللي انت بتعمله ومتفاهمينه كده، بعدين ايه يجي لي تليفون من واحد صاحبي، منعش بقول لك ايه انا مامتك كلمتني وقلقانه عليك وبتاع وما اعرفش ايه فانت الحاجات دي بتدمرك من جوه. طبعا. فاهم قصدي؟ انت طبعا. مش عايز تضايقهم، مش عايز تزعلهم، وعايز تحسسهم ان انت فعلا في حاجه. بس هم مش فاهمين الحاجه بتاعتك دي. هم جيل غير الجيل، فهم مش شايفين اللي انت بتقول. طبعا. انا ماما كانت مفكره التصوير ده مثلا ان انا بتنزل تصور على البحر الصوره ب5 جنيه، هو ده الفوتوغرافي مثلا بالنسبه هو لي. حرفيا كان في 5 جنيه، ما تنكرش يا منعش. كان في حاجات ب5 جنيه انت لسه قايل. ايوه هي صح. احنا اسفين يا طنط والله. صح صح. هي ماما على طول بتطلع صح. طبعا يا باشا. ايوه ايوه. بس وبعدين كنت وصلت ايه بقول لك فالبرودكتس زي ما بقول لك انت لوحدك كده كحد بتصور برودكتس، الموضوع سكته مش سهله. وانت لو هتروح تشتغل في شركه برضو لازم تمشي بالرولز بتاعتهم. مش هينفع برضو تقول له ايه اصور دي انا هصور دي وصور دي. وبتاع. انت فوتوغرافر وبالشهر وهتاخد فلوس حلوه عشان انت شاطر. بس صور اللي احنا نقوله. صور اللي احنا نقوله بالظبط. فما حدش صعب يعرف برضه. يعمل الرولز بتاعت بالظبط. صعب. فانا كنت برضو مستبعد كمان ان انا اشتغل في شركه ادفرتايزنج او حاجه. مش انا لوحدي يعني بطولي كده في مهنه بقى الناس كلها تقريبا بتشتغلها. اوكي. فاهم؟ وانت صحيح انت ممكن عندك حاجه مثلا او في عندك موهبه بس انت مش متشاف. الناس مش تشوفها بيقول لك يا باشا انا ب 200 جنيه الصوره، لا روح انا بالزبط. عايز ابو 5 جنيه عشان بالزبط. اخلص شغلي. يس. وانا كنت متخيل برضو ان ايه ان انت عشان فنان الناس هتشوف ان انت فنان فهتقدرك. لا لا لا، انا كنت قاعد مع واحد مره بتاع شركه ادفرتايزنج يعني، فايه بوري له الصور بتاعتي اللي انا في حياتي بوريها لاي حد في بقه بيتفتح كده يقول لي انت اللي مصور الصور دي. ماما قاعد يقلب لي بيقول لي انت مصور لي شجره وبقره وفرخه عارف ايه فين صور الفود والبرودكتس والحاجات البيزنس عشان نشغلك معانا. ففجاه كده بقى كل اللي انا عملته ال8 سنين اللي فاتوا دول بقى صفر على الشمال. بنشكر الراجل ده جدا ان هو حطم طموحاتنا في وقت من الاوقات. بالظبط شكرا جدا. بعدين قعدت بقى ايه دخلت شويه في تصوير الاكل. طلعت شغل مقرف جدا لان هو الاكل ده محتاج ستايلست. فاهم قصدي؟ انت لوحدك كده ما تقدرش ده تعمل موضوع حاجه. ده انا مراتي قعدت 6 شهور تقريبا بتدرس طبعا كنا بنجوع عشان نصور الطبق قبل ما ناكله. موال صعب قوي. وبعدين دخلت شويه في تصوير الاسنان. في فتره كده كنت انا حاسس ان هو ده بقى الايه، انا دكتور سنان وفوتوغرافر، ففي حاجه اسمها دنتال فوتوغرافي مستحدثه كده. انا شفت لك كام صوره انا حبيت عايز اروح اعمل سناني. والله العظيم شفت كام صوره بجد. ايه الجمال ده.
بالظبط. حبيبي يا الله يبارك عليك. يا جماعه عايزين الصور دي بقى، منعش هيبعتها لنا برضو خلاص. تشوفوا، يعني شوفوا قد ايه انتوا هتحبوا دكتور سنان بعد ما تشوفوا الصور دي بجد والله. ايوه. فهو كان في حاجه دلوقتي اسمها دنتال فوتوغرافي، تصوير الاسنان. بقت في العالم بدات تنتشر. هي ليها حاجات، ليها يعني استخدامات في الشغل نفسه، وليها حته ادفرتايزنج او ماركتنج، ان انت تصور شغلك بشكل مبهر، بحيث ان انت تعرف تسوق لنفسك. انت دلوقتي خلاص، دلوقتي انت اي دكتور سنان يقول لك السي في بتاعه هو حالاته. يعني دلوقتي بقى الموضوع ده كده، ان انت فين حالاتك، وريني وريني شكل الاوتكم وبتاع. وفي بقى الجزء اللي هو بتاع الماركتنج، ان انت بقى للسوشيال ميديا وكده تصور السنان بقى باحسن شكل ممكن وبتاع. فده بقى انا حسيت قوي نفسي، ودخلت بمدرسه جديده في الدنتال فوتوغرافي، اللي هو بقى ايه، جبت بقى الباك جراوند الفنيه الشديده اللي عندي، مع بقى الايه شويه الاسنان الخفاف اللي عندي. فطلع الميكس اللي انتوا شايفينه ده بقى. بالظبط. يس بالظبط. وانا ساعتها طبعا ما كنتش شغال في عياده، فكنت الصور دي بعملها يعني سيت اب، يعني اللي هو بجيب حد واقول له اقعد وتعالى وهصورك، وما كانش فيه بيشنت حقيقي. وما كنتش بصور لنفسي ان انا مش شغال دكتور، كنت بصور عشان اسوق لنفسي كدنتال فوتوغرافر. هدي كورسات. اوكي. فقلت انا هتخصص في كورسات الدنتال فوتوغرافي، وقعدت في الموضوع ده برضو بتاع سنه ولا حاجه، وكله الحاجات بتتقطع مع بعض يعني. يس يس. بعدين بدات احس ان الدكاتره متنحه مني، يعني اللي هو الموضوع ارتستيك بزياده. هو اصلا دكتور سنان وطالع عينه ومقروف في العياده ومش طايق نفسه، وانا بقول له بقى هتجيب سوفت بوكسز ما اعرفش ايه هنا وهنا وما اعرفش ايه وتصور ما اعرفش ايه، وتجيب العدسه الفلانيه وتصور بالاضاءه ما اعرفش ايه. يا عم خلصني، انا عايز اصور فتحه حشو العصب بتاع الضرس الاخير، اصورها ازاي؟ فاهم؟ فبدات ان انا حسيت ان انا بتكلم في حته فنيه قوي قوي بزياده، ما كانوش مستعدين ليها معظم الدكاتره. يعني ممكن يعملها دكتور مثلا تقيل قوي في سنتر مثلا، في ما اعرفش في المعادي مثلا ولا بتاع، فاهم قصدي؟ مش اللي هو فاهم. فمع الوقت لقيت ايه، السكه اللي برضو الدنتال فوتوغرافي هياخدني فيها برضو مش حتتي. انا ارتستيك اكتر، مش حابب ان الموضوع يبقى، انا ما بحبش الحاجه اللي هي ما فيهاش ابداع، عارف اللي هو الموضوع بالنسبه لي ممل. يعني انا مره جات لي شغلانه صور مش عارف 200 قطعه لمصنع ما اعرفش ايه، ما فيهاش ابداع. انا بحب الحاجه اللي فيها فن، ان احس ان انا ضفت لها حاجه. يس. استخدمت مخي وابداعي فيها، فاهم قصدي؟ فاهم طبعا. فكان ده اللي انا حسيته في الدنتال فوتوغرافي. فجيت برضو ايه بعد سنه لقيت الموضوع برضو، وعملت فيديوز بقى ساعتها، كنت بدايتي بقى في موضوع الفيديوز ده. انت قصه يوتيوب جت ازاي؟ يعني انت دلوقتي ما شاء الله في قناه يوتيوب وبتاع، دي بقى النقله ما بين، ولا دي انت بداتها برضو مع الفوتوغرافي؟ لا انا بقى ايه، طول الوقت برضو جنب اللي انا بعمله ده كله عندي حلم ان انا اعمل فيديوز ويبقى ده كارير. لان انا زي ما بقول لك انا ما بحبش قوي، يعني ما بحبش الاحتكاك قوي بالناس. بالظبط. يعني انت متضايق من الاحتكاك ده؟ لا خالص. انت مش ناس، انت حبيبي. الله يسعدك يا اخي، الله يبارك. فكان بالنسبه لي تصوير الفيديو منطقي جدا، ان انا اصور فيديوز وارفعها وبتاع. منطقي ان انت ايه، انت مالك نفسك حرفيا. طبعا يعني طبعا تعمل اللي انت عايزه بالاستوديو بتاعك، بالرولز بالظبط. بالرولز بتاعتك، مفيش حد هيتدخل ويقول لك اعمل كذا ما تعملش كذا بتاع، فاهم قصدي؟ فبدات ساعتها مع دنتال فوتوغرافي. عملت ايه برضو، قعدت عملت منعم دنتوجرافي شو. عملت شو كده اسمها منعم دنتوجرافي شو بتاعه، فعلا كان ضرب وبتاع ما اعرفش ايه. بس انا برضو اللي ايه ما كملتش برضو. طبعا انت اهلك عمالين باصين عليك كده من فوق، انت ايه الهبل اللي انت بتعمله وبعدين معاك، يعني فاهم قصدي؟ بعدين قعدت عافر برضو في التصوير في كذا حاجه، لحد ما لقيت نفسي في حته البيرسونال براندنج بورتريز. اوكي. يعني بقيت انا اجيب الدكتور من ده كده، اقول له تعالى صورك شويه صور حلوه عشان يبقى شكلك حلو، تستخدمها بقى تنزل على البيل بوردز، تنزل على صفحه العياده وبتاع، واصور لك العياده بتاعتك صور حلوه وما اعرفش ايه وبتاع. وقد كان يعني الحته دي لقيت نفسي فيها حته كويسه محترمه، ما فيهاش حاجه، بتصور دكاتره تساعدهم في شغلهم. بالظبط، فاهم قصدي؟ ساعدهم في شغلهم. فلقيت الايه الدنيا تمام الحمد لله. جميل. كنت بادئ برضو يعني باسعار قليله، لحد ما جاء ربنا كرم فيه دكاتره تقيله جت صورت عندي. فانت عارف بقى كله بقى وورد اوف ماوث بقى، فاهم قصدي؟ ده قال ده قال ده. فجاه بقى لقيت نفسي بصور اكبر دكاتره في مصر، بيجوا لي من انحاء الجمهوريه ما شاء الله، وبقى يجوا يتصوروا عندي. وانا الدكاتره دي متاكد ان انا عمري ما كنت هقابلهم
واعمل معاهم كونتاكت، وانا كدكتور سنان مستحيل، بس عملت معاهم كونتاكت وانا فوتوغرافر. فاهم قصدي؟ وبقيت حبيبهم وصاحبهم وبتاع هم يعني، فاهم؟ فبقى في يعني بقى في نيتوركينج حلوه ما بيننا. وانا فوتوغرافر، فاهم قصدي؟ وانا دكتوركم مستحيل ان احنا نقعد في قعده واحده. بالظبط. فسبحان الله يعني، شوف الدنيا لفت ان ايه. سبحان الله. يعني لفه جميله. فانت البرنامج اللي انت عملته بتاع الدنتوجرافي ده عملته على يوتيوب تشانل؟ نفس اليوتيوب تشانل بتاع دلوقتي بتاعت منعش ولا لا؟ كان في حاجات يعني موجوده اللي هي لا مش منعش، لا كان في قناه ثانيه اسمها منعم استوديو بتاعه التصوير، هنجيلها في السكه دلوقتي. اوكي مش كمل. طيب حتى لو الناس نزلت فيها هتلاقي اول فيديوهات كانت عن الاسنان. اوكي. بس منعم دنتوجرافي شو دي كان في قناه تانية كمان يعني، فاهم؟ اصلا بقى ده احنا في قنوات كتير. طب احكي لنا بقى، انت عملت تخبط بقى قصه يوتيوب. بس احنا لسه في موضوع الدكاتره ده دلوقتي. يس. ماشي. فانت بدات تصور دكاتره. بدات تصور دكاتره والموضوع ناجح جدا وبقيت بتعمل منه فلوس كويسه يعني. بالظبط. وساعتها كان برضو في موضوع الفيديوز ده، كنت انا بصور وكان يحيى صاحبي حبيبي يعني عارف يحيى بيطلع معايا في القناه. ايوه يس. وطول الوقت انا كنت واخد قرار خلاص، انا مركز في الفوتوغرافي. الفيديو دي حته تانية، منطقه تانية، انا مش ناقص بقى ادخل في حاجات تانية. انت شفت انا دخلت في كام حاجه. في حته الفيديو دي مش حتتي يعني، ان انا ابدا بقى اصور فيديوز ومنتج وبتاع. لا انا اخري بصور لنفسي حاجه كده، ويحيى بيمنتج وخلاص. لحد ما في دكتور كان جاي لي عشان بيعمل سيشن. هو ما يعرفش القصه دي يعني، انا يعني هو هيسمعها في البودكاست اول مره. بعدين قال لي انا عايز تصورني فيديو يعني اتكلم عن التقويم الاسنان ومش زراعه الاسنان وبتاع مش عارف ايه. قلت له والله بص انا مشغول الفتره دي وكده، وانا ما كانش عندي اصلا شغل اصلا. قاعد فاضي. قلت له مشغول بصراحه، مشغول الفتره دي وبتاع اوكي. فقال لي طب بص صورني طيب بالكاميرا كده بس يعني الفيديو وهاتهولي، وانا هروح لمونتير يعني بروفيشنال يعني هيظبط هو الفيديو يعني يعمل المونتاج وكده. فقلت له طيب ماشي خلاص تمام. فالمهم صورته الرو فوتج كده اللي هي قبل المونتاج اديتها له. فغاب عليا 15 يوم كده، وبعدين قال لي بص انا بثق في رايك ده الفيديو النهائي اللي طلع يعني. فانا اتفرجت على الفيديو النهائي، استفزيت جدا من الفيديو. كان سيء جدا 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 يعني. مش عارف مش موضوع ان انا اخش في تفاصيل كان عامل ازاي الفيديو يعني، بس انا استفزني كحد يعني كرييتيف وكده. استفزيت يعني ايه ده. انا ما بعرفش منتج بس عارف ان ده غلط او مش ده المنظر الطبيعي للفيديوهات. فساعتها بقى جالي تشالنج كده جوايا ان انا اعمل الفيديو ده. فقلت له طب بص يا دكتور رؤوف، اديني بس 5 ايام ما ترفعش الفيديو ده، اديني 5 ايام وهبعت لك حاجه كده، ولو عجبتك نبقى نتكلم بعديها يعني. ما اتكلمتش معاه في اي حاجه يعني. اوكي. فقال لي تمام. ورحت داخل ساعتها، كنت احمد ابو زيد بقى الحته كنت اقول لك عليها يعني. كنت انا يعني بشوف ساعات فيديوز كده في دروس اونلاين وبتاع، فكان في عنده فيديو عن البريمير طبعا تقريبا كان اللي هو 45 دقيقه ده كان اللي هو الاولاني كيف تتعلم البريمير في 45 دقيقه. بالظبط. هو عمل بعد كده تقريبا 15 دقيقه ما شفتوش ده فالمهم دخلت اتفرجت على الفيديو. جميل يا ابو زيد. بنحبك يا ابو زيد. والله حبيبي ابو زيد والله يا اخي، من الناس السبورتيف جدا جدا يعني، جدا جدا ما شاء الله عليه. وانا شفت صراحه البودكاست بتاعه او شفت الفيديو اللي عمله كريم السيد عنه، صراحه حاجه عظيمه. الستوري جميله ما شاء الله. طبعا هو شخص مكافح والله، ربنا يكرمه. وبعدين بكلمه يعني، انت بتقول انا بتفرج على الفيديو بتاعه فساعدك من خلال يوتيوب. طبعا. انا بقى بكلمه والله ربنا يكرمه، بيبقى بيصور يعني. تخيل انت مثلا لو حد كلمني في البودكاست دلوقتي، هو بيرد في وسط البودكاست، ولو مزنوق في حاجه بيروح مخلصها ويرجع يكمل تصوير تاني. ما شاء الله ما شاء الله. فهو يعني شخصيه جميله جدا، ربنا يحفظه يعني. فدخلت شفت الفيديو بتاعه، فهمت التيتا زي ما بيقولوا كده، فهمت الليله، فاهم قصدي، فهمت الحوار بيمشي ازاي. ورحت جاي خلاص بنقصقص كده، بنعمل كده بتاع، وانت بتتعلم بقى وانت شغال يعني. لو مثلا حاجه وقفت معاك توتوريال على طول، فاهم، تروح داخل، فاهم قصدي، وقفت معاك الحته دي، طب هاو تو ما اعرفش تك 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 تروح جاي. المهم رحت اتعلمت البريمير في يومين 45 دقيقه. بالظبط يعني. قعدت كده يومين مع بلا ما عرفت برضه احط التكست ازاي واحركه وما اعرفش كانت في حاجات ما كانتش في الفيديو بوزيت بتاع. يومين اتعلمت البريمير. جميل. وعملت الفيديو في يومين، ورحت جاي بعته له في اليوم الرابع. قلت له بص كده بصه،
راح جاي مكلمني في التليفون قال لي يا مناش انت بتستهبل. قلت له ايه؟ قال لي انت سايبني اروح اتسحل مع ابن الذين دوت وخد مني ما اعرفش كام وبتاع وما اعرفش ايه وفي الاخر طلع لي ده وانت بتعرف تعمل ده وبتاع. قلت له اعمل ايه بقى انا كنت مشغول بس عملته عشان خاطرك وبتاع. انا حضرتك اتعلمته في 45 دقيقه عند ابو زيد. بالظبط بالظبط فاهم. ومن هنا بقى ايه جامد. بدات بقى ايه رحله المونتاج بقى المونتاج والتصوير. والفيديوجرافي جنب الفوتوغرافي. وبدات بقى ايه دخلت في سيرفيس الفيديوجرافي. ده كانت يعني الدكتور بقى بدل ما كنت بصوره وبصور عيادته قلت له اصورك انت كمان فيديوهات ليك تتكلم بقى وتقول بقى حلل بقى اللي انا اتعلمته في بالظبط، 45 بالظبط. دقيقه ده. وسبحان الله يعني انا في اخر يعني في اكتر شغل كان جالي فيديو اكتر ما كان جالي التصوير والبتاع ده. لان هو فيديو مستمر يعني الدكتور التصوير واحد بيصور سيشن ويمشي العياده بتصور مره وبتمشي. الفيديو لا الدكتور انا عايز اصور سلسله فيديوهات مثلا 20 30 فيديو فاهم قصدي. طبعا. فالفيديو مثلا بكذا في 20 في 30 بدانا نقرب من الحسبه بقى. الارقام بقى كفايه بقى 10 جنيه و20 جنيه يا جماعه كفايه كده. فالموضوع لا الموضوع كان حلو. بدا فعلا يبقى ايه لاول مره يبقى جدولي بقى مليان واللي هو انا مش فاضي فعلا وحد يكلمني اقول له والله انا ما مثلا بعد 15 يوم مثلا ممكن ابدا يقول لي لا انا مزنوق ومش عارف ايه وبتاع فاقول له طب هشوف كده. بدات الاحساس ده كله كان جديد. سنه كام يا مناش؟ 2020 يعني بعد قصه كفاح كبيره. بالظبط بالظبط. 2020 بقى في شهر 1 أو شهر 2 كنت وصلت الاعلى بيك في نجاح انا وصلت له في شغلي بقى بشكل عام في كل اللي انا عملته ده. وكنت بدات اوصل لحته حلوه قوي وكنت مبسوط قوي بيها جدا يعني فاهم قصدي. وحاسس بقى ان انا استابلشت بقى وبتاع ومبسوط بقى وبتاع لحد بقى ما جت الكورونا. طبعا هي هتبقى ماشيه كده يعني. جت الكورونا بقى. انا يعني في ناس اتأثرت بالكورونا. انا الكورونا لغتني تماما. اصل انت معلش انت اصلا العيادات قفلت اصلا يعني اصلا العيادات قفلت. وحتى لو حد ناس كانت جايه في ناس قفلت شهر شهرين وفتحت بس مش هيجي بقى يعمل بيرسونال براندنج سيشن. مين الناس بتنتهي بالظبط بالظبط. انا اقول له بقى اعمل لك فيديوجرافي رائع للعياده وبتاع. ليه يا عم في ايه ده؟ الحمد لله أنا اصلا. فانا مثلا نزلت عند البرايورتي بتاعتي مثلا عند الدكاتره بقت رقم مثلا 1000 مثلا. طبعا. فقعدت سنه في البيت حرفيا يعني انت كل اللي انت بتعمله وكل الحاجات اللي انت عامل فيها اسم واقفه. قعدت سنه في البيت شغال بس الحكومه. كان طبعا احساس صعب جدا. وقت كان صعب جدا. فجات لي فتره اكتئاب والله. وفاكر ان انا عملت كذا جلسه نفسيه على اونلاين يعني وبتاع وكلمت كذا دكتور وبتاع ما اعرفش ايه. وصلت دخلت في مرحله وحشه واكتئاب وبتاع واللي هو انت يعني الدنيا مش فاهم قصدي ما كانتش ظابطه خالص يعني الحمد لله. وكل ده طبعا برضو انت شايل هم شكلك قدام اهلك برضو ده طبعا لوحده مدمر يعني. طبعا. في الوقت ده ما كانش في حاجه بقى قدامنا يعني بعد ما تجاوزت الصدمه يعني ما كانش في حاجه قدامنا غير اليوتيوب. فبدات اعمل فيديوز على برضو منعم استوديو تاني اللي هي قناه التصوير. بس مش دينتال بقى اللي هو التصوير بقى اللي هو الشكل عام بقى ازاي تصور منتجات ازاي تصور كل الحاجات بقى اللي انا ايه اتعلمتها بقى فاهم قصدي. عمال بعافر بقى وبتاع. وساعتها كان عمرو شريف برضو ايه معايا فاهم قصدي بيقعد يديني نصايح وبتاع. عمرو شريف اصلا انا عرفته ازاي. يحيى هو جوز اخت يحيى. اوكي. جوز اخت يحيى لا يحيى هو جوز اخت عمرو شريف. دخلت الدنيا بقى ما تشيلش الحته دي من المونتاج. عمرو شريف اخته مرات يحيى. اوكي تمام اوكي. فانا اصلا يعني يحيى صاحبي اصلا من الاول بعد كده عن طريقه عرفت عمرو شريف يعني. بس كان عمرو بقى كان بيقعد يدي مثلا يقول لي مثلا نصايح في اليوتيوب وبتاع. كان هو ساعتها كان لسه في فلوج في مرحله الفلوجز وفلوجنج وبتاع. حتى في فلوج صورناه مع بعض اصلا وبتاع. وكان من اول فلوج كده كان نزل كان في كيمستري حلوه ما بيننا. كنا صورناه في المنتزه في اسكندريه. اوكي. وقعدنا نهزر وبتاع هو حتى عمرو حس ان في حاجه حتى في الفلوج ده كان مبسوط قوي يعني كان في كيمستري حلوه موجوده يعني ما بيننا وبتاع. وبعدين جاء بقى ايه الفرصه بقى اللي هي النطه بقى اللي هي اللي حصلت ايه بقى. كان عمرو بالظبط كده كان عمرو بيكلمني
كنت انا رايح الوحده راكب العربيه ورايح الوحده بتاعتي كانت اصلا بعيده عن البيت برضو ساعه ونص او ساعتين، ما اعرفش قلت لك الموضوع ده ولا لا. شغل الحكومه يعني كانش جنب البيت برضو، كان برضو مرمطه يعني. فكنت رايح في السكه فعمرو كلمني فقال لي منعش ايه الاخبار، كان ساعتها بيصور بالكاميرا القديمه، فكان بيفكر ساعتها يجيب الكانون ار اللي هي اللي معايا دلوقتي اللي انا بصور بيها. يس فقال لي منعش الكاميرا بفكر اجيبها وبتاع، وايه رايك وكده. قلت له طب عمرو بص انا الكاميرا دي عندي، فتعالى نجرب نصور بيها حلقه، ولو لقيتها حلوه وبتاع جيبها، بدل ما تجيبها وتلاقي ان ايه يعني، جرب بيها تصور بيها مره، لو حلوه اشتريها يعني، فاهم قصدي؟ جميل. فقال لي طيب ماشي خلاص ممكن تجي لي بتاع. قلت له تمام خلاص هجي لك القاهره وبتاع، وظبطنا كده وايه، رحت له. انا كنت بقول له ايه خلاص هيجي ايه اصور معاك، انا في بالي ان انا هروح هصور معاه من ورا الكاميرا يعني، اللي هو هبقى انا مخرج يعني. ايوه فاهم قصدي؟ هو في باله ان انا بتكلم ان احنا نصور حلقه مع بعض، نصور سوا. اوكي فاهم قصدي؟ هو ده كان فهو ده كان سوء الفهم اللي حاصل يعني. فماما رحنا هناك، فاهم، هظبطت الكاميرا وكل حاجه. كان هو ساعتها جايب كيت كده من اليابان وبتاع، فظبطنا الكاميرا كل حاجه. بعدين قال لي يلا اقعد بقى. قلت له يلا اقعد ايه اللي يلا اقعد؟ طيب. فقال لي اقعد نصور مع بعض الحلقه. قلت له بجد؟ قال لي والله. قلت له ماشي يلا. فاهم قصدي؟ يلا ماشي يعني. فانا بقى طالع طبعا انا مش عارف اصلا المنتجات، ما شفتهاش، مش محضر. منعم استوديو طبعا كان سكريبتد ومتحضر، وبتكلم بقى اللي هو كده بحاول ابقى دمي خفيف، بس في الاخر هو محتوى علمي يعني، ما فيهوش ما اعرفش تفك فيه برضه بنسبه 100%. طبعا. فجيت في حلقه عمرو سبت نفسي يعني، سبت نفسي خالص يعني، اللي هو بشخصيتي اللي بتكلم معاك بيها دلوقتي دي، فاهم؟ بس وصورنا حلقه وقعدنا نضحك وبتاع وهزرنا وكله تمام والدنيا حلوه وبتاع، والحلقه دمها خفيف. وعمرو بعتالي لما خلصت اتفرجت عليها ضحكت وقلت جميله بس تمام. وعمرو شير الحلقه. وهنا بقى جات رد الفعل الغريب بقى اللي انا شفته على الحلقه دي من الناس. اوكي. يعني كومنتات، لو الحلقه دي مثلا كان جه عليها 1000 كومنت، في 950 كومنت عليا انا يعني، عليا انا. فاهم قصدي؟ صاحبك ملوش حل، صاحبك ده مش عارف ايه، دمه خفيف قوي وما اعرفش ايه وبتاع. حتى كان في حته في الحلقه كده كانت عفويه كده، كنت انا كان في كده عجبتني قوي، فبقول لعمرو ممكن اخد منها لمراتي، فقال لي ماشي مش عارف ايه وبتاع. فالناس بقى ايه ركزت قوي مع الحته دي، ان انت ايه ده بيحب مراته مش عارف وجابت مع الناس قوي بقى وبتاع، وصاحبك ما اعرفش ايه ومحترم يعني. فكان في يعني رد فعل فظيع. في حاجه هنا محتاجه اقف عندها يعني. ان انا طول عمري شخصيتي اللي هي الطبيعيه دي بحس ان انا عايز اغيرها، لان انت بتشوف في السوق الناس اللي هي مدردحه وبتاع واللي بتتكلم بطريقه معينه احسن. طلع ان هي دي اجمد حاجه عندي اصلا، اللي هي شخصيتك الطبيعيه، بس انت فاضل بس ان انت تعرف توظفها صح وتوجهها صح فاهم قصدي؟ فسبحان الله، فاكتشفت ان هي كنز الشخصيه دي اللي هي طبيعتك، لان انت على طبيعتك تماما، دي كنز طبعا. جابت يعني مع الناس جدا يعني. فعمرو جه بعد كده طلعني معاه في كذا فيديو، منهم فيديو السوشي اللي هو انا لغيه من التاريخ بتاعي تماما، شايله من عارف اللي هو لما تساله فنان ايه الفيلم اللي انت ندمان عليه، انا ندمان على حلقه السوشي دي لان انا اتهاجمت فيها جامد قوي. الناس نفخت الناس تكت عليا يعني، الناس اللي فهموا غلط تكوا عليا جامد قوي في حلقه السوشي دي. اوكي. لان انا كنت طالع انا ما باكلش سمك اصلا ورايحين اكل لي سوشي، فاهم قصدي؟ وانا قلت لهم ان انا هبوظ الحلقه، قالوا لي لا عادي ما تقلقش وبتاع. فالناس شافوني ان انا اللي قليل الذوق مع الشيف وبتاع. اوكي. الناس شافوها بشكل غلط يعني. ايوه قالوا لي سلمون ني، وانا ما باكلش سمك عادي اصلا. انا اول مره كنت كوسه بالظبط. بس بعدين عملت كذا فيديو مع عمرو وبتاع. وعمرو كان ايه في اخر الحلقه كده يقول ايه، تنساش تروح تشتركوا في قناه منعم استوديو بتاعت التصوير وبتاع وما اعرفش ايه. فانا ايه يعني جالي هجوم جامد جدا من عند عمرو ما شاء الله على قناه التصوير وبتاع، وهوب ما اعرفش ايه. كنت انا عايز احقق اصلا بقالي سنتين، عايز احقق شروط اليوتيوب ال2000 ساعه. بالظبط ال2000 ساعه دول. انا قعدت سنه حققت 900 ساعه، كانوا 4000 ساعه 4000. انا قعدت سنه حققت 900 اللي هو اقل من الربع. يس. فبعد بعد حلقتين مع عمرو
هوب عديت ال 4000، هوب مونيتايزيشن، هوب بقيت انا ايه خلاص اليوتيوب ايه رسميا كده معايا، اوكي. ممكن اركز فيه اشتغل وبتاع. انبسطت قوي بقى وبتاع، حلو وقلت أوي. بس كده ايه في حاجات فتحت لي جديده اهيت وهبدا اركز فيها بقى. بدات اعمل فيديوز واطور بقى في الفيديوز وكده وبتاع. اول شهر كان حلو، تاني شهر كان حلو، تالت شهر نزل، رابع شهر نزل، خامس شهر ايه مش عارف اجيب مفيش. حتى اللي هم الحد الادنى اللي هم ال $100 عشان عشان اليوتيوب يبعت لك الفلوس. بالظبط. ايه بقى اللي حصل ده؟ فاهم قصدي؟ انا بالنسبه لي فهمت بقى بعد كده ان ايه، ان الاودينس اللي جاي ما كانش انترستد في التصوير، هو بيحبك بشخصيتك فهناك. هناك، اوكي. فهو جاي عشان بيحبك. بس داخل انا مش مهتم يا عم باللي انت بتقوله ده، يعني. وانا حتى مش بطلع. حاولت ان انا اخلي الموضوع دمه خفيف وهزار وبتاع، ما جاتش ماشي. ما جاتش. ما كان في فيوز طبعا اكتر من زمان، بس مش كافيه ان انا اعتمد على الايه، على اليوتيوب. على القناه دي بالظبط كحاجه يعني. والدنيا كانت بقول لك ساعتها كانت واقفه خالص، كورونا وبتاع، ما فيش حاجه خالص، فاهم قصدي؟ فجاء بقى عمرو برضو يعني على الحته دي كده ايه، قال لي طب ما اقول لك ايه، ما تعمل قناه تانية باسم منعش، اللي انا من زمان عمال اقول لك اعمل قناه باسم منعش، اسم جميل. وانا كنت عمال اقول له لا انا دكتور احمد عبد المنعم، منعش دي بس دكتوري بقى يا عم، انت قفلت العيادات يا عم ارحمنا بقى يا عم بقى بالكشف ب 10 جنيه اللي انت عمال تقول لي عليه من اول حلقه. شوف حساب طبي يا اخي، وبرضه عايز يفضل دكتور. ايوه لا يا عم منعش يا عم. بس قال لي اعمل قناه باسم منعش، تكون يعني ايه يعني تكون مش تصوير يعني، تكون يعني حاجه أكل أو جنرال حاجة. اكتر. اوكي. فاهم بشكل قصدي؟ عام اصلا مش اكل كمان. مش اكل اوكي. بس فانا بالنسبه لي عملت قناه مناش، وما أوكي. كنتش عارف هعمل ايه صراحه. بعدين قلت ان ايه، خليني اركز على اجرب حاجات. انا عاده انا اصلا شخص مش محب قوي للتجربه، انا شخص تقليدي جدا يعني. لما بلاقي مثلا مطعم بيعجبني بجيب منه هو لوحده. لحد دلوقتي على فكره بعد ما جربت كل ده بجربه في القناه، بروح برضو لنفس الحاجات اللي انا بروح لها يعني. عادي جدا. نزلت كده سوبر ماركت كده عندنا في اسكندريه بيبيع حاجات غريبه شويه. لقيت كده معرفش اللي هو المشروبات اللي هي سنيكرز وتويكس والحاجات دي. بحبها قوي بس غاليه قوي. ما بحبهاش خالص، ما كانتش حلوه خالص. لا تحبها؟ بحبها جدا. المشروبات دي اللي هي اللي ب 60 جنيه دي كانت ب 60 جنيه. بس ما بشربهاش، يمكن عشان بحبها عشان ما بشربهاش. ازاي؟ بس بحب سنيكرز اللي عند عصير. ايوه يا عم، فرغلي. ما هي مش زيها بقى، ما هي كانت حاجه طعمها صعبة. مختلف. المهم خلينا، فجبت بقى الحاجات دي جبتهم كده، وجبت اللي هو الاندومي الكوري الحراق ده يعني، كنتش جربته قبل كده. وايه كان عمال ابعت لعمرو اقول له عمرو انا مش عارف هصور ازاي الحاجات دي، ازاي هعمل حلقه من 5-6 منتجات، اعمل حلقه طويله كده، انا حاسس ان مفيش كلام يتقال وبتاع. فقال لي ان شاء الله هتتظبط وبتاع. المهم رحت فاتح الكاميرا وسايب نفسي بقى لايه، لطبيعتها تماما يعني، اللي يطلع فاهم قصدي؟ اوكي. اللي عايز اقوله فاهم قصدي؟ ورحت جاي ايه بادئ الاول حلقه زي ما برغي معاك كده، فاهم قصدي؟ فالمهم ايه، لقيت الحلقه ضرب يعني ماشي. فتحت واتكلمت وقلت كتير يعني، فاهم قصدي؟ قلت كتير بزياده اوفر يعني، كنت رغاي قوي في اول ما عملت القناه يعني، اللي هو ايه ما بعرفش اظبط السنس الميزان اللي هو ايه. حلو قوي على الحلقه كده. بالظبط. عملت اول حلقه بتاعت المشروبات السنيكرز وبتاع دي، بعدين عملت الحلقه التانية بتاعت الاندومي وكده، وكان عمرو يعني صورها معايا وكده. هوب بعد الفيديوهين دول حققت شروط اليوتيوب وبتاع من تاني فيديو، فاهم قصدي؟ وجبت ال 10,000 سبسكرايبر في اول اسبوع اللهم بارك. 10,000 مش 1000 يعني مطلوب 1000، جم 10 وحققت شروط اليوتيوب وبتاع وما اعرفش ايه. جميل. وبقى في حاجه بقى دلوقتي ايه اسمها قناه منعش، موجوده في الحياه يعني، فاهم قصدي؟ والناس بتستناها وبتاع ما اعرفش ايه. انا في الاول برضو كنت متخبط قوي، مش عارف انا اعمل ايه يعني. قلت انا ممكن اسافر، ممكن اعمل جيمنج، وممكن اصور اكل. بتشوف بقى ايه الاوبشنز الترفيهيه الجميله لشخصيتك، وفي نفس الوقت يعني الناس بتحبها. بالظبط. وكله برضو لا خليني هقول لك الحته دي كمان قدام شويه. ماشي. بس عملت فيديو كده جيمنج، ما حدش اتفرج عليه، كان عبيط قوي. بعدين بدات اعمل تجارب بقى، ما اعرفش اجيب هاكس من النت، ما اعرفش ايه البالونه اللي تروح حاطط فيها معجون سنان علشان مش عارف ايه وبتاع. اي حاجه بقى ايه بشوفها قدامي على النت اروح جاي مجربها وبتاع ما اعرفش ايه. وكان في الاول بالنسبه لي الموضوع كان في الاول يعني اكل عيش من الاخر كده، فاهم قصدي؟ يعني انا بطلع بهزر وبتاع والناس مبسوطه، فاهم قصدي؟ وباكل عيش يعني، فاهم؟ بان كان في حته جوايا كده ما كنتش فخور قوي بالقناه، او في حته جوايا كده باصص لها بنظره دونيه شويه من جوايا انا يعني. كان انا حاسس ان انا
مش دي احسن حته انا فيها مثلا او كده. انت الترانزيشن برضو من طب، فانت عايز تشوف من طب هروح فين وابقى فخور بالظبط. باللي انا بعمله. بالظبط. وبعدين جيت مره كده شيرت، يعني والله ما شيرت حتى، انا كنت بتكلم عادي، وجيت في نص ثانيه كده قلت ايه حاجه بتلمح على ان انا مش يعني نفسي اعمل حاجه يعني تكون فيها فايده اكتر وبتاع ما اعرفش ايه. يس. فلقيت بقى كميه رسائل جات لي من الناس، انت مش متخيل قناتك ديت ازاي جميله، مش متخيل ازاي احنا مطمنين ان عيالنا بيتفرجوا على حاجه محترمه ومش ما يسمعوش اي حاجه وحشه تضايقهم. واحد تاني مش متخيل احنا كنا نفسيتنا زي الزفت، وكنا ما اعرفش كنا عاملين حادثه انا ومراتي وقناتك هي اللي طلعتنا من المود ما اعرفش ايه. واحده بعتت لي بتقول لي انا بنتي ما كانتش بتتكلم عربي خالص، وكانوا في لبنان وما بتحبش اللغه العربيه، وتشوف ان العرب دول وحشين وبتاع عشان كل اللي حواليها بيتكلموا انجلش. لما شافتك حبت اللغه العربيه وبتتكلم انا في البيت وبتقول بتكلم زيك وبتاع، كميه حاجات. فبدات احس ممكن فاليو اللي انا بقدمها، ان انا اقدم للناس حاجه دمها خفيف فعلا. اصل الانترتينمنت جزء من الحياه، يعني ان انت تتجمع مع عيلتك تتفرجوا على حاجه وبتاع. ففعلا انت كل معظم الحاجات اللي موجوده حواليك بيبقى فيها حاجات ايحاءات مثلا، يبقى فيها كلام مش حلو، يبقى فيها، فاهم قصدي؟ طبعا. فانا قلت خليني انا ابقى الايه الحاجه النظيفه اللي دمها خفيف اللي الناس تتفرج عليها، لان برضو كان الغالب للحاجات اللي هي النظيفه بيبقى دمها تقيل، يعني انت فاهم قصدي؟ والترفيه ما فيهوش يعني مش ما فيش ترفيه نظيف يعني. ما انا بقول لك هو يا اما يكون ترفيه مضحك بس في مشاكل، يا اما يبقى معمول ما فيهوش حاجه بس بيبقى دمه تقيل. يعني انا بحسه اللي هو يعني ايه ده، فاهم قصدي؟ فاهم الفكره؟ فانا حسيت ان المعادله دي فعلا يعني محتاج ان هي تكون موجوده. فبدات احس ده قوي، وبقى مسؤوليه عندي، وبقيت انا حاسس بالموضوع ده قوي. حتى انا بقيت في المونتاج حتى بقيت سفاح اكتر. يعني انت قاعد مع اصحابك وكده، فممكن حاجه عاديه تطلع، حتى هي عاديه جدا، بس انا اجي ايه اقول لا مثلا ممكن بيتفرج عليا مثلا طفل مثلا لسه مثلا في اولى ابتدائي تانية ابتدائي بتاع، فايه شيلها وخلاص، شيلها. يعني مع ان هي هتجيب ضحك وفظيع، ممكن تبقى اقوى حته في الحلقه، بس لا بلاش من خلي الموضوع يعني ايه بزياده كمان فيها باوفر كمان، يعني فاهم قصدي؟ فاهم قصدي. وبدات يعني خلاص بقيت انا ولحد ما مره بقى انا كنت جالي فويس من اكتر فويسات فرحتني في حياتي من امير منير لقيته كده نط عليا في الواتساب كده فويس، قال لي ما شاء الله عليك شخص جميل وبتعمل فيديوهات محترمه وانت على طول في البيت عندنا شغال كده، طول ما انا ماشي في البيت كده اسمع في الباك جراوند كده منعش شغال اتفرجوا عليك في البيت وبتاع وما اعرفش ايه. مش متخيل الفويس ده فرحني قوي قوي، ان انا كنت بعمل ده وما بقولوش بصوت عالي. فان هو يعني امير منير خد باله من ده ويعني نوتست ده، ولدرجه ان هو بعت لي، فده انبسطت قوي بيه. يعني فاهم قصدي؟ اللي انا فعلا مالي فراغ حلو، رغم ان انا ممكن يعني ناس تقول لي انت الافضل تعمل حاجه مثلا تتكلم عن الاسنان، ولا تتكلم تفيد الناس او تنشر العلم او كده وبتاع، بس ماشي. ما انا عارف ان وانا يعني هاجي لك في الاخر انا يعني بفكر في حاجات زي كده فعلا، بس الحته اللي انا فيها برضه انا بالنسبه لي شايفها حته كويسه يعني، وممكن احتسب اصلا كمان ان انا بعملها دلوقتي. يعني ان انت تاخد الناس اصلا من حاجات مثلا مش كويسه يتفرجوا عليك، فده في حد ذاته اصلا جول مش وحش خالص يعني. حلو جدا. في القناه مش حاجه تبص لها بس فاهم قصدك دنيا ابدا يعني، فاهم؟ فبدات ابقى فخور بيها يعني، بقيت فخور بالقناه يعني مع الوقت يعني، الحمد لله. واحنا فخورين بيك يا باشا حبيبي. كنت سمعت برضو لو انا فاكر صح يعني، كان هشام عفيفي كان اول ما بدأ كان تقريبا بيعمل فيديوهات برضو جد وكده وما اعرفش ايه، ما كانش حد بيتفرج عليها. ف تقريبا سمعته في بودكاست او كده كان بيقول فانا قلت ان انا اوصل للناس بطريقه تانية، ان انا مثلا انترتينمنت وكده، بحيث ان انا بعد كده لما اقول حاجه اتسمع، هيبقى ليك صوت اوريدي. يعني انت مالكش صوت، فانت هتوصل للناس بالحاجه اللي هم بيحبوها، ولما بقى تعمل حاجه بقى انت عايز توصلها للناس بقى فعلا، ساعتها هيسمعوك، لان انت ليك اسم وليك صوت، الناس بتسمع لك دلوقتي. فده جول عندي دلوقتي، ان انا لما مثلا اعمل قناه تانية، فالناس هتبقى عايزه تشوف بقى منعش هيقول ايه، منعش هيعمل ايه، منعش هتبقى ناس مهتمه اكتر يعني.
غير ان انت حد مش معروف اصلا وعمال بتعافر ومحدش مهتم اصلا كده يعني. ايه جه في بالي ريفلكشن مهم جدا. فكره برضو الطريق عموما صعب، يعني سواء انت بقى خدت الطريق ورحت ترفيه شويه وبعدين عشان ترجع الناس تقول لهم على حاجه تانية، مسج تانية عايز توصلها، او العكس، او حد فضل مكمل في طريق بيقدم محتوى تعليمي تقيل شويه بس مكمل علشان هو شايف فيجن معين من اللي هو بيعمله. في الاخر ده صعب وده صعب وده عنده تحديات. يعني حتى عمرو الحلقه اللي فاتت كنت مهتم قوي اعرف ايه التحديات اللي بتواجهه، والناس كانت مهتمه برضو لانه الناس تبقى شايفاكوا وبتاكلوا وبتتبسطوا وجايبين اكل وبتعملوا ريفيوز ومش عارف ايه، بس في الاخر you're having fun وبتكسب فلوس. هما مش شايفين الشقة ورا القصة، يعني مش مبقاش شايف التعب اللي ورا الكواليس. بص انا عندي وجهة نظر في الموضوع ده. انا مش متوقع ابدا من الناس ان هي تشوف الشقة من اللي انا بعمله. معلش يعني انا الناس طالع عينها حرفيا اصلا وبيشتغلوا وبيتعبوا جدا في حياتهم، فاهم قصدي، والفلوس قليلة جدا. فانا عمري انا بواجه اكيد مشاكل، بس انا ممكن مثلا احكيها لعمر، حد معايا في نفس المجال هيفهمني. بس انا عمري مثلا ما اطلع في ستوري او حاجه اقول للناس مثلا انا منتجت حلقه والحلقه مثلا طلعت بالصوت، ما حدش هيفهمك بقى والله العظيم. ما حدش احنا في كارثه حصلت في شاهين شو كاست السيزون ده. اوكي كنت صورت حطيت صوره لحازم الصديق انه جاي السيزون. اوكي باي ذا واي حازم جه. اوكي حازم الصديق جه وقعدنا وكان الاستوديو للاسف كان فيه مشكله حاصله، وانا قلت ايه الكلام بقى اللي بنقوله للناس نعمل بيه، انه خلاص الدنيا مش جاهزه قوي، الكاميرات ما كانتش لسه جت. وحازم حتى ربنا يبارك له، يعني ربنا يكرمه والله، كان جايب كاميرا معاه بتاعته عشان يحطها ايه نصور بنكمل الكاميرات الموجوده في الاستوديو ونصور الحلقه يعني. فقعدنا صورنا ساعه وربع من الحلقه، وكنت متخيل الحلقه هتبقى طويله جدا، يعني حازم ما بيطلعش في حته تقريبا خالص بودكاست. فكان والحلقه كانت حلوه قوي وهو بيقول كلام، انا كنت قاعد مبسوط. وفجاه لقينا الصوت اللي في ودنا اللي انا وانت سامعينه ده فصل. حاجه غريبه عمرها ما حصلت في حلقه من الحلقات من ساعه ما بدانا البرنامج. الكارت ضرب بتاع الصوت اوف، حاجه غريبه جدا. ونطلع الكارت بقى، قعدنا اتسحلنا ساعه ونص كمان بنحاول نطلع الصوت بتاع التسجيل خلاص يعني. والناس بقى لغايه دلوقتي عماله تبعت فين حلقه حازم، فين حلقه حازم. يا جماعه والله يعني مش عارف اقول لهم انه حلقه حازم جه وصورنا والحلقه ضربت ومستنيين يجي تاني يعني ان شاء الله. بس هو طبعا عنده ضغوط افتتاح، عايزين نبارك له برضو. الراجل اللي فتح استبرق في اسكندريه، يعني الف مبروك يا حزوم. وبجد استبرق اصلي بالنسبه لنا مش انا بالنسبه لي صراحه استبرق مش بيزنس، يعني استبرق كوميونيتي محترمه جدا عندهم اثر. فيعني ده بيحصل التحديات الكبيره بتاعه التصوير ورا الكواليس يا جماعه، كوارث والله العظيم. ايوه وبنبقى بنصور بالمناسبه الحلقه دي بقى مميزه جدا. احنا بنصور بدري، ايوه الصبح. الناس مش مستوعبه احنا بنصور الساعه، يعني احنا متفقين كانت الحلقه تصور الساعه 6 الصبح. ايوه. ومنعش ما شاء الله مورنينج بيرسون قوي، فما قلت له انا بصحى 5 الفجر، قال لي ايه ده وانا كمان، طب نصور. أيوة. طب خلاص نصلي الفجر وننطلق. فاللي هو يا جماعه انتوا عبطوا ولا ايه، تصوروا الساعه 6 الصبح بس. يس دي حاجه من حلقه من الحلقات المميزه فعلا، لانه مفيش حد وافق يجي في الوقت ده. يعني كل الناس بتيجي، يعني يمكن حلقه او 2 في النور بس كانوا ظهر برضو عصر بتاع. انما 6 الصبح وتعالى نصور. كمل يا صديقي. على الحته اللي كنت بقولك عليها يعني. فانا ما بحبش ان انا ادخل مثلا في الستوري اتكلم في حاجه انا عارف ان الناس مش هتحس بيها يعني، او مش يعني فاهم قصدي. الناس انا بحس ان هي بتمر بحاجات يعني اصعب من كده، فاهم قصدي، في حياتها بشكل عام. انت اكيد الحمد لله يعني الواحد ان هو انا قعدت سنين عشان استبلش اللي انا فيه ده، ان انا قاعد بعمل ريفيوز وبتاع. طبعا في صعوبات وما بعرفش اقعد مع عيالي وطول اليوم عمال بمنتج وبتاع، بس في الاخر الحمد لله الواحد في نعمه يعني. طبعا طبعا اكيد. بمناسبة ان انت بتقول في حاجات جاية وبتاع وحركات، فايه اللي حابب تقول لنا ايه يعني ايه اللي جاي بعد اللي انت بتعمله حالا؟ بص انا مش عارف يعني هشارك مخي زي ما هو كده للناس، زي ما انا بعمل على طول في فيديوهات يعني. انا مش عارف ايه هو تحديدا. انا الفكرة ان انا عايز اعمل حاجة تبقى اراوند حاجة انا انترستد بيها دلوقتي. تمام اوكي. فانا الناس دايما متضايقه ان انا سبت قناه التصوير من عم ستوديو كده. انا سبتها ليه؟
ان انا ما بقتش اصور خلاص، فاهم؟ فانا بسيت اب كل حاجه من الصفر. يعني انت اوريدي يعني موضوع انا عايز اعلم الناس جدا جدا، بس لازم برضه يبقى في حته كده جواك انت بتعملها عشان نفسك. انت لازم تبقى الحاجه ماتشنج، انت عايز تعملها عشان نفسك وعايز برضه تشاركها مع الناس. ما ينفعش تبقى صح. انت تخلق حاجه من الصفر كده. وده اللي انا كنت بعمله في نعم استوديو بعد ما كنت طلعت مع عمرو وبتاع، ان انا عايز اعمل محتوى، فبقيت بعمل حاجات انا مش بعملها في حياتي اليوميه. خلاص انا التصوير كان فتره وقبل الكورونا وبتاع، دلوقتي ما بعملوش، فعايز ارجع تاني. انا حاسس ان انا عندي حاجات كتير عايزه تتقال، بس مش عارف بالظبط اظبطها ازاي، لان في حاجات عندي ما عنديش فيها العلم الكافي بس عندي الاكسبيرينس، وفي حاجات عندي فيها الاكسبيرينس بس ما عنديش العكس. يعني فاهم قصدي؟ فاهم قصدي؟ يس. ف بس هي غالبا هتبقى حاجه في الكرييتيف فيلد. ممكن يبقى بودكاست زي دوت مثلا، اطلع لوحدي في الاول مثلا، اطلع او انت تشرفني ده شرف حبيبي. اجي لك بالمايكات حبيبي. فهتبقى حاجات اكيد. انا حاسس ان انا مثلا عندي دماغ شويه في الحته الكرييتيف، عندي قدرات تحليليه حلوه، ان انا بعرف اقرا الحاجات بشكل كويس. جميل. انا بعتبر الحياه كده زي عارف لعبه ريد اليرت؟ عارفها طبعا، تمام. من احلى العاب حياتي. بالظبط. فبتبقى الماب كده فيها حتت سودا كتير، فانت كل ما تمشي تقعد تكشف حاجات كده. فانا بحس ان الحياه كده بالظبط. يعني انت كل ما الدنيا في مناطق كتير سودا انت مش عارف انها موجوده اصلا، كل بقى بتبدا تروح هناك كده تلاقي حاجات يعني. فانا عايز استكشف الحتت السودا دي، واخلي الناس برضو تستكشف معايا كل الحاجات السودا اسودت فجاه كنت كده. عايز اقول حاجه حكمه باظت بس لا، الناس بالعكس، فاهمه يعني. وصل. وصل. خد ايوه ايام بوظت لي لا الحلوه. والله، شفت؟ لا والله انت جميل يا منعش حبيبي والله. والله. يعني منعش، احنا بالمناسبة انا ومنعش مش بنتقابل كتير، بس في ناس سبحان الله يعني بتبقى في لقاء روحي وفكري كده ما بين الناس. فياس يعني هو من الناس الجميلة جدا، حبيبي بتحب لو والله. انتوا بتحبوه وبتتفرجوا عليه، فهو في الحقيقة كمان شخص جميل جدا يعني. بيضحك عليكم على فكره. بحاول بقى الم الحكمة بتاعت السواد اللي كانت بتبظت مننا في الحلقة دي. حبيبي طيب. شاهين والله. انا فعلا انا برضو من يعني في ناس كده فعلا انت اول ما تشوفها كده تحس ان هو يعني كأن صاحبك من زمان. فاهم قصدي؟ في كده بتحس ان الشخص قدامك حقيقي كده، تحس فعلا ان هو مش فيك، مش مثلا عايز منك حاجه ولا انت فاهم. عارف انت بتشوف عارف ناس طبعا. كتير حواليك كده يقفلوك من البشر يعني. طب منعش، احنا تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة، واحنا في نهاية الحلقة في سؤالين. اول سؤال، طب ما تخافش طبعا، الاسئله هنا ما فيهاش كهرباء، ما فيش الا عمرو الشريف، حسبي الله ونعم الوكيل. عمرو الشريف اللي عمرو الشريف بيعملوا فيها انا بقيت قلقان يعني. انا ربنا يا رب يبلغنا رمضان، امين يا رب. بس عارف انت لما اسمه ايه رامز قلب البتنجان، يعني أيوة. الحاجات اللي فيها الحاجات اللي فيها عنف دي، فبتبقى ايه خايف يتعمل فيك انت حاجه. فعمرو الشريف لا فعمرو الشريف حطينا في، طبعا انا بحب والله العظيم يعني بستمتع جدا بالبرنامج، بس اللي هو يا ترى عمرو الشريف في حته ساديه عنده كده. ايوه يا ترى عمرو الشريف هيعمل فينا ايه رمضان اللي جاي. اوكي. عايزين نعرف حاجة يعني سر عن منعش بقى انت ما قلتوش قبل كده، فمراتك بقى بتتفرج على الحلقة وقرايبك وماما وبابا وبتاع، فايه تقول لنا حاجة ممكن يكونوا هم كمان شخصيا ما يعرفوهاش عنك، تصاريحهم بيهم يعني تصاريحهم بيه في الحلقة دي. ده سؤال صعب قوي. سر طبعا سر هم ما يعرفوش وممكن يتشير مع الناس. حاجة مش من حاجات السوداء. محدش يعرفه خالص. يعني هو انا اصلا شخص يعني مش النوع ده من الاشخاص يعني، بس بحاول. طيب سر انا قاعد افكر عادي شويه. طبعا طبعا براحتك. سر ايه يعني؟ في حد مثلا قال لنا بيخاف من الميه، في حد قال لنا يحب يلعب جيمز، يعني في حاجات عنك بيرسونال يعني. هو انا الموضوع عندي بالعكس، يعني الموضوع عندي ان انا شفاف بزياده. فاهم قصدي؟ فده اصلا يعني اتعلمت مع الوقت ان هو مش صح، يعني ان انت في ناس بتستغل ده بشكل وحش جدا، يعني الناس اللي حواليك ان انت تكون واضح قوي كده، فالناس عارفه كل فاهم قصدي؟ كل حياتك بشكل او باخر معروفه للناس يعني. بالظبط. فللاسف الناس ساعات بقى تروح تستغل ده ضدك يعني طبعا، او يجي في لحظه كده في خناقه او بتاع يروح مستغل حاجه ان انت اوبن قوي مع الناس وبتاع ما اعرفش ايه، فيبدا
هو عارف بقى ان انت مثلا ما بتزعلش بسهوله، مثلا ما ممكن تعديها، ممكن تتسامح بسهوله، فيروح يجي عليك، فاهم قصدي؟ بس مع الوقت خلاص انا صراحه تعرضت لكام موقف كده فظبطت يعني بحاول يعني اظبط المعادله دي خلاص مؤخرا يعني. شفت بقى ان انا اسئلتي في شاهين شوكاست عميقه ازاي، ولازم يبقى عندك اسرار. بس طيب مش لاقي صراحه. عادي عادي، ممكن ميبقاش فيه اسرار يعني، خلاص يعني ممكن نروح انا حابب اقول والله، بس بقى يعني لو تسيبني شويه ماشي اتفضل براحتك. انت بقى حسيتك حبيت الفيو. حاول استكشف. اصل يعني مراتك مش عارفاه دي صعبه، ممكن يعني سر مثلا ماما ما تعرفش ان انا سافرت القاهره، ان ماما ما بتحبش ان انا اسافر مثلا، بتقلق عليا في السفر وكده، فما قلتلهاش ان انا جيت القاهره النهارده اصلا. ياه ده يعني فعلا ما تعرفش والله. ما تجيش مفكرني في اسكندريه. ما تجيش من اسكندريه، هي ما بتحبكش تيجي من اسكندريه يعني، لهذا هي الحد يعني. بتقلق بتقلق، فبتقولي ما تسافرش وملوش لازمه وايه بتاع، هي بتقعد قلقانه بقى وتقعد اللي هي ربنا يبارك انا فيها وخايفه بقى، والطريق بقى والدنيا حوادث، فلا ما تسافر. فانا جاي انا هنا في القاهره النهارده مش ده قايل انا لها. عم ده انا اسكندريه دي رايح جاي كده فسح يعني. انا اقول لها شاهين ده في سيدي بشر جنبنا. لا انا باجي اشتغل كتير في اسكندريه. اه فيعني اسكندريه يعني ممكن اروح واجي. ما هو ده اللي بحاول اقولها لها يعني. انا اصلا كنت بروح الوحده طريق اسوأ بكتير من القاهره. قلت لها القاهره ده مش حاجه، مش سفر اصلا. احنا ممكن ننزل ناكل من اسكندريه حاجه ونيجي يعني. ايوه اقول لها. سيبيها طنط يسافر، سيبي ما تقلقيش الطريق. لا هي بتسيبني عادي، ما خلاص انا يعني، بس هي بتقعد بقى يعني تقعد تقول لي بقى ما تسافرش وقلقانه وبتاع. ربنا يكرمها يا رب. طيب لو رجع بيك الزمن في المدعكه بقى اللي احنا عدينا بيها في الحلقه دي، وعيادات تقفل وعيادات تفتح والحركات دي كلها، ايه الحاجات اللي ممكن لو قلناها للناس نصايح؟ يعني لو يرجع بيك الزمن، ايه النصايح اللي لو كانت قالت لك في مراحل معينه في حياتك كانت فرقت معاك قوي فنقولها للناس ونختم بالحته دي الحلقه؟ تمام. موضوع ان انا انصح الناس وكده بحسه مسؤوليه، لان في ناس بتاخد المواضيع في حته غلط يعني، او مثلا صح عايز يقلدك وخلاص، فاهم قصدي؟ او ياخد فدي النصيحه الاولى تعتبرها ان هو ايه، ما تاخدش قصه حد وتمشي عليها. بالظبط. حلو قوي. انا بالنسبه لي يعني ممكن انا بس هي يعني هي الدنيا كانت متظبطه كده يعني. مثلا ممكن انا مثلا ما قريتش مثلا عن طب الاسنان كويس قبل ما ادخل، او ما ذاكرتش، او ما سالتش حد كان في طب اسنان قبل كده، او انا خلاص انا ايه يعني بناء على الاحساس كده دخلت لطب اسنان وبتاع، وفجاه كده لقيت نفسي مش لاقي نفسي فيها يعني. فما عملتش واجبك في البحث قبل ما تدخل واعتقد في الفتره اللي انا فيها برضو ما كانتش الثقافه دي موجوده قوي يعني. كانت الدنيا مقفوله قوي، وما كانش فيه نت، وما كانش فيه فانا عادي اعتبر ان انا طبيعي. في الفتره دي كان اي حد بيجيب مجموع عالي، فانت كليات قمه، فانت ايه يا طب يا اسنان يا هندسه ما بقتش زي الاول. صيدله بالظبط، فاهم قصدي؟ فاسنان تعتبر هي اللي تبقى دكتور بس، انت فاهم قصدي؟ فدي اول حاجه. تاني حاجه نصيحه، لو انت بتحب حاجه حاول تدخل معادله تشوف ان انت ممكن ازاي تكسب منها فلوس بسرعه في الاول، وانت قبل ما مسؤوليات تزيد عليك. لان ممكن انا وصلت لمرحله فقدت الشغف في التصوير تماما بعد ما انا كنت بعشق التصوير، فقدته تماما اول ما لقيت ان انا خلاص دلوقتي انا محتاج فلوس، مش لاقي اكل بالظبط طبعا. فخلاص انا يعني ولدمت لحد دلوقتي على فكره انا بعاني يعني نفس الحاجات اللي انا كنت بقعد الف فيها زمان وانبهر والشغف كان عالي قوي، ما اعرفش ايه اللي حصل، ما بقاش فيه شغف يعني، فاهم قصدي؟ اللي هو ضاع كده مع الحياه ومع البتاع. فانا لو من الاول، او ما ينفعش اقول الاول يعني، بس قصدي لو حد هيمشي في السكه دي يحاول يشوف الحاجه اللي بيعملها دي ممكن يكسب منها ازاي. بالظبط. حلو قوي. هي انا في حاجه كنت يعني زمان شفتها كده، بيقول لك انت الحاجه اللي بتعملها لازم تكون تقاطع ما بين حاجه انت بتحبها وحاجه الناس مهتمه بيها وممكن تجيب لك فلوس. طبعا يا باشا، دي معادله مهمه جدا في الكارير. يس فانا كنت بعمل حاجه انا بحبها والناس مهتمه بيها بس ما كانتش بتجيب لي فلوس، فبالتالي ما كملتش، فاهم قصدي؟ كملت في الفتره اللي انا كنت ممكن فيها
كنت لسه في الاول كنت ممكن بابا بيساعد شويه مثلا فاهم قصدي بس جيت بعد كده انت اتجوزت بقى وعندك بنت وبتاع ما اعرفش ايه، وعايز يعني تلاقي تبني نفسك وبتاع مش جاي، ودخلتها متاخر فلقيت نفسي متاخر جدا عن الناس. في ناس بدات بعديه بس دخلتها على طول البيزنس، رغم ان الواحد سابقهم في المهاره وفي موهبه التصوير، ولكن هم وصلوا وانت ما حدش شايفك اصلا. يس فاهم قصدي؟ يس. ولكن في سؤال بقى ما اعرفش لو انت هتساله ولا لا، بس اللي هو هل بقى لو كانت الحياه رجعت بيك ايه اللي هتغيره في حياتك؟ انا كنتش هغير اي حاجه، يعني ما كنتش هغير اي حاجه من اللي حصل، لان انا قعدت ممكن خلينا نقول 8 سنين او اكتر انا قاعد بتخبط في حاجات كتيره جدا جدا جدا، بس سبحان الله كل الحاجات دي دلوقتي اتجمعت. يعني كنت بتعلم مهارات متفرقه كده في كذا حاجه، الحاجات دي بقى كلها يعني مش تضييع وقت ولا حاجه. الحاجات دي ساعدتني جدا دلوقتي ان انا اعمل اللي انا بعمله ده دلوقتي. يعني ان انا دلوقتي بعرف اصور، ده مساعدني جدا في القناه، ان انا بعرف مثلا مهارات الديزاين، بقيت اعرف اعمل صوره الفيديو الثامنيل دي بقيت اعرف اعملها كويس جدا، ما اعرفش ايه تطلع حلوه. المونتاج بقيت اعرف انا منتج فيديوهاتي لنفسي وانتج كتير، بعمل 3 فيديوهات في الاسبوع. فاهم قصدي؟ حته برضو في حته مهمه قوي قوي برضو، انا اشتغلت قلت لك في اماكن شعبيه واماكن راقيه وبتاع. انا في قناه منعش يعني اعتقد يعني وانت قول لي لو الكلام ده صح، يعني انا عامل لينك مع طبقات كتير قوي من الناس، حاصل. بعرف اتكلم، بعرف الينك مع كل يعني ان انا اتعاملت طبقات. معاهم. في يس. ناس مثلا بيكون هو بيعمل محتوى هو ما طلعش بره الكومباوند في حياته، فاهم قصدي؟ فبيكلم الناس اللي في الكومباوند بالظبط. يس. فمحد ما بيتقبلوا بس الناس اللي هم شبهه، فاهم قصدي؟ يس. في حد برضو تاني بيتكلم مثلا هو من حته شبهه بيتكلم، فبرضو بيلينك برضو مع الايه. انا احتكيت بناس كتيره، فبعرف حاسس ان انا ظابط معادله كده في النص كده. طبعا. ده بسبب برضو ان انا اشتغلت كدكتور فتره واحتكيت مع ناس كتيره وشفت ناس فاهم قصدي الدنيا معاهم بايظه خالص، شفت ناس فوق قوي، فاهم قصدي؟ فاللي هو عمله طنط هو في وقت طب والله كان ليه ايوه ده كان مقصود على فكره، كانت خطه خطه مدروسه لمده 15 سنه خلي بالك. كل بقى يعني سبحان الله، يعني كل المهارات دي بقى اتجمعت مع بعض في الاخر، فبقيت اطلع البرودكت اللي بيطلع في الاخر ده قناه منعش. فالحمد لله يعني، وكله كرم ربنا في الاخر يعني طبعا يعني. ربنا يكرمك يا منعش والله. و يعني حلقة مميزة وجميلة ونورتنا يس حبيبي. والله. وانت ربنا يوفقك. يعني قصة كفاح مهمة جدا، وطبعا يعني اكيد فيها شوية دروس لو في حد بيسمعنا، لانه اكيد في حد بيسمعنا كان حابب يعمل كارير شيفت او حابب يسيب الشغل بتاعه، بالذات لو دكتور، فاكيد اعتقد يعني هتبقى ان شاء الله الحلقة مفيدة. شكرا جدا لكل الناس اللي سمعتنا في كل برامج البودكاست. اتفرجوا علينا على يوتيوب، ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة بتاعت منعش وبتاعتي طبعا، وتدعمونا. عشان بالمناسبة انت في حتة مهمة قلتها قوي لمستني يعني بجد، يعني لما بتقول ان المحتوى ساعات بيقف بسبب الامور المادية. يس بالمناسبة الناس كانت دايما بتسأل هو ليه شاهين شوكاست واقف بقاله سنة تقريبا. احنا كنا يعني كان مفيش تقريبا وقتها بودكاست غير كان انا وحازم الصديق افتكر. والبرنامج انا بحبه، يعني انا بحب القعده دي قوي. احنا بنعمل ده دلوقتي انا ومنعش، وهنخلص انا هروح لشغلي وهو هينزل شغله. ففي مجهود كبير بيبذل عشان الحلقات تطلع، بس في الاخر انا بالنسبه لي انا مستمتع. بس ممكن كان في استراتيجيات عندي غلط في اداره البرنامج على فكره. كان محتاج يبقى مثلا، انا هقول بجد حاجه يمكن الناس يمكن اول مره تسمعها، انتوا هتلاقوا الحلقات بتاعت السيزون الجديد اكترها برعايه شركات او اماكن. ده مهم مش علشان يدخل فلوس لشاهين، علشان البرنامج اصلا يمشي. يا جماعه احنا كل اللي حصل من اول ما قناه اليوتيوب اتعملت، من اول فيديو شفتوه خالص لغايه النهارده تقريبا انا بصرف على القناه. فده حلو عشان انا بحبه وانا مبسوط، مش متضايق. بس عشان تكمل زي ما كان منعش بيقول، كان لازم ده يحصل، انه استراتيجيكلي تلاقوا ان في بيزنس ادز بتاع. ساعات ناس بقى بتخش في التعليقات يقول لك انت هتفضل بقى تكلمنا عن البيزنس بتاعك وتعمل اعلانات ومش عارف ايه. يا جماعه ما هو مش هيمشي غير لازم ده يحصل يعني. فطبعا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه وتشوفوا البرامج التدريبيه اللي احنا بنعملها تحت الفيديو. وما تنسوش تكتبوا لنا كمان مستنيين مين الحلقات اللي جايه. نشوفكم على خير. شكرا ليكم، بنحبكم قوي. سلام.